احلى زغاليل في الدنيا مراجعه شهر نوفمبر. ايه هي عناصر الزراعه؟ يبقى هم كده المصري القديم كان عنده حسن استثمار او استخدام الموارد. اول من صنع الزجاج في العالم هم المصريين. النظام الحقيقي في الدوله الحديثه ايام مين؟ احمس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي دفعه اولى ثانوي، احلى زغاليل في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا مراجعه شهر نوفمبر، وما ادراك ما شهر نوفمبر. يعني احنا كده هنتكلم على الدرس الثاني والثالث، والمفروض جزء من الرابع كمان معانا من الوحدات الثانيه. طيب عشان بس نبقى احنا متفقين مع بعض، انت هيبقى عندكم ان شاء الله مراجعه شامله كامله. هنعمل فيديوهين، فيديو هيبقى لوحده شرح عشان طبعا ممكن ياخد مننا وقت كبير شويه، والفيديو الثاني هيبقى تطبيق عملي عليه. ولكن في حاجه بقى صغيره انا عايز اقول لكم عليها. انا عامل لكم حاجه طبعا بالنسبه لكم انتوا دي هتبقى عظمه اقسم بالله. حرفيا عندكم ملخص شامل كامل باهم نواتج التعلم اللي انت سمعتها في حياتك او ما سمعتهاش في حياتك عن الدرس الثاني وعن الدرس الثالث، وطبيعي عن جزء من الدرس الرابع، وده هنخليه فيديو لوحده ان شاء الله. بلس بقى كمان ان المنهج كله حرفيا هيبقى معمول معاك بنفس الطريقه والشغل اللي انت شايفه قدامك ده. يبقى انا كده بريحك خالص من الاخر. لا هقول لك بقى هات لي ورقه وقلم وتعالى اقعد بقى ورايا واكتب، لا انت يا باشا كل اللي هو عليك انك هتاخد الملف ده PDF، هيبقى موجود عندك في اول كومنت تحت خالص. هتاخده تقعد تمسكه او المذكره بتاعتك بتاعت الشرح ايا كانت هي ايه، وتقعد تركز معايا وتصلي على سيدنا محمد وتشوف احنا هنتكلم في ايه وهنعمل ايه. وصدقني بعد ما نخلص هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا معاك. طيب قبل ما نبدا سمي الله وصلي على سيدنا محمد، واسال ربنا دايما ان ربنا ينفعنا باللي احنا بنتعلمه وان يعلمنا اللي ينفعنا. خلاص صلي على سيدنا محمد، يلا بينا نبدا. طيب احنا كده عندنا الدرس الثاني، تمام، في الوحده الثانيه الحياه الاقتصاديه. طيب احنا بقى هنتكلم من الشغل بتاعنا احنا اللي احنا عاملينه الافضل، ونرجع للتاني كمان شويه. خد بالك ان هو مديك مقدمه في الاول، بيقول لك ان ربنا وهب مصر مصادر او عوامل او موارد طبيعيه. يعني ايه؟ يعني اقدر اقول كده بالبلدي حاجه اسمها ثروات طبيعيه، ماشي؟ فاللي حصل قال لك ان ربنا منح مصر مقومات او مصادر او موارد او عوامل زي ما احنا قلنا، ده هتكون سبب في ان الدوله دي او الحضاره دي تكون متقدمه جدا جدا جدا. فتعددت مجالات الحياه الاقتصاديه بصفه عامه، وتنوعت الانشطه سواء زراعه او صناعه او تجاره. بص يا حبيب قلبي، صلى على النبي انت وهي. مبدئيا كده الاول احنا كده خدنا حاجه او خدنا موارد او خدنا هبات او خدنا عوامل احنا مالناش دخل فيها. دي تعتبر ثروات طبيعيه، زي بالظبط كده ما ربنا بيمن على دوله بحاجه زي البترول، حاجه زي الذهب. الحاجات دي كلها الانسان ليس له دخل فيها، ولكن في شرط عشان احقق تقدم الحضاره اللي مكتوب عندي هنا ده، ان الحاجات دي كانت سبب في تقدم الحضاره. لابد من مهاره وقدره الانسان على الابداع، ماشي؟ واقدر اقول ده شبه كده ولد يورانت شويه. بمعنى هو هنا عايز يقول لي ايه؟ ظبط بس خط القلم ونبقى مع بعض 100 100. ربنا وهب مصر موارد عوامل طبيعيه ليس الانسان دخل فيها، دي كانت سبب مباشر في تحقيق التقدم في الحضاره. ولكن جنب السبب المباشر دوت لازم يكون عندي قدره او مهاره ان انا اقدر اوصل لده. تخيل انا معايا فلوس لكن ما بفهمش اي حاجه، اي حد يقول لي تعالى خش اي مشروع فدخلت معاه والسلام، ايه اللي هيحصل في الفلوس؟ طبعا هخسرها كلها. وخلي بالك انت ممكن تبقى ناجح جدا وانت مش معاك فلوس، تخيل. والله العظيم. واحد تاني ممكن يبقى معاه الفلوس كلها بس فاشل. الفكره هي اقوى، ابداع الانسان هو اقوى، ولكن الموارد جزء اساسي ان هو يبقى معايا. عشان بس ما حدش يقول لي ايه انا من غير فلوس اوصل، انا مش قصدي برضو كده. ولكن انا لو عندي الاثنين مع بعض، وده اللي حصل في الحضاره المصريه القديمه، كان عندي الموارد او عندي الامكانيات اللي موجوده معايا، وعندي العقول البشريه اللي بتوصل لده مع بعضه. وده ظهر عندي في 3 حاجات. ظهر في حاجه اسمها الزراعه والصناعه والتجاره. ولكن الاول قبل ما نتكلم على الزراعه والصناعه والتجاره لازم نتكلم عليهم بشكل مختصر شويه، الا وهو نهر النيل. اهم عامل اقتصادي في الحضاره المصريه القديمه هو نهر النيل. حط دي قاعده في دماغك. لو جه قال لك ما هو العامل الرئيسي لقيام اقدم حضاره زراعيه وانت مغمض عليك نهر النيل، يا مستر ما انت قلت في اول حاجه خالص ان الحضاره كانت مشتركه مع الانسان، والتاريخ كان مشترك مع الانسان، واحده زمان واحده مكان. وقلت لي ان العنصر الاساسي لقيام اي حضاره هو الانسان. جميل، انا قلت ايه دلوقتي؟ العنصر الاساسي لقيام اي حضاره يبقى كفاح الانسان او الانسان. اما العنصر الاساسي في قيام اقدم او اي حضاره زراعيه وانا مغمض عينيا يبقى مين؟ نهر النيل. عشان كده قال لك ان نهر النيل هيتم استخدامه في الزراعه كمان شويه. وهنا بتكلم على خطوه مالها؟ خطوه اقتصاديه. يبقى نهر النيل هو السبب الرئيسي او المباشر لقيام اقدم حضاره مالها زراعيه. ولكن لو قلت ما هو السبب الرئيسي لقيام اقدم حضاره بصفه عامه وسكت، يبقى وانا مغمض عينيا الانسان او كفاح مين؟ الانسان، لانه كان عامل مشترك ما بين التاريخ وبين الحضاره، بس واحد زمان واحد مكان. 2.
هنتكلم عن حاجه ربنا برضو وهبها لينا كمصريين، الا وهي الاحجار والمعادن. ودي هيتم استخدامها في حاجه اسمها الصناعه، والصناعه هيبدا ان الانسان يبقى هنا بيظهر مهارته. وهنا هتكلم على حاجه زي فنون العماره او الفنون او النحت، وده ظهر عندي في حاجه اسمها هتاخدوها كمان شويه حاجه اسمها الصناعات الحجريه، وحاجه اسمها مثلا البرديات. ولو هنتكلم على الصناعات الحجريه فاحنا هنا بنتكلم عن حاجه اسمها التوابيت، بنتكلم على التماثيل، بنتكلم على الاواني. يبقى انا كده عندي تم استخدام الاحجار والمعادن اللي هي الثروات الطبيعيه او الهبه اللي ربنا وهبها لي، الا وهي في الصناعه او اظهار قدره الانسان على الابداع في مجال الصناعه. عندي الموقع المتميز اللي هي السواحل البحريه، طبعا كلنا عارفين ان مصر موقعها متميز، بحرين ونهر النيل. فانا هنا بتكلم على موقع متميز، فده هيتم استخدامه في حاجه اسمها التواصل الحضاري او العالمي. يبقى هيؤدي لتنشيط حاجه اسمها التجاره، فالتجاره هنا هتكلم عليها ان هي مالها خطوه اقتصاديه. فانا هيحصل عندي هنا تواصل مع الاخرين، فيحصل عندي حاجه اسمها تجاره خارجيه او سياسه خارجيه. نبدا بقى الدرس بتاعنا. طيب سموا الله وصلوا على سيدنا محمد زي ما احنا اتفقنا تاني، ويلا بينا نبدا. هنتكلم في اول حاجه عندي الا وهي الزراعه. احنا اتفقنا ان احنا اقدم حضاره زراعيه، والسبب المباشر لينا هو نهر مين؟ النيل. ليه بقى يا عم الحاج الزراعه كانت مهمه جدا وتقدمت؟ قال لك ان المصري القديم ارتبط بالزراعه ودفع عن الارض. ارتبط بايه؟ بالزراعه ودفع عن الارض. ليه؟ بسبب حاجتين. قال لك اول حاجه ان هي كانت بتمثل رخاء البلاد وثرواتها. دي مكتوبه غلط معلش. رخاء مين؟ البلاد وثرواتها. اتنين، كانت بتمثل مصدر دخل بالنسبه للانسان او للمصري القديم. يبقى انا اقدر اقول هنا ان رخاء البلاد وثرواتها، واقدر اقول ان هي بتمثل مصدر دخل للمصري القديم. يبقى ده كله جانب اسمه جانب مين؟ اقتصادي. يبقى اول حاجه عندي احنا الزراعه. قلنا ان المصري القديم يا مستر اهتم بالزراعه ودافع عن الارض. طب هدافع عن الارض ليه؟ اكيد مقابل شيء معين. ما انا عمري برضه ما هدافع عن شيء لما يكون فيه مقابل، الا وهو قال لك اول حاجه رخاء البلاد وثروتها، ان في ثروه موجوده عندي وهنعرفها كمان شويه اكتر هي ايه، وبالتالي يبقى ده كده خطوه اقتصاديه. اتنين، قال لك ان هي كانت بتمثل مصدر دخل بالنسبه للانسان، وايضا ده برضه يعتبر خطوه اقتصاديه. طيب ايه هي عناصر الزراعه؟ اول حاجه عندي المحاصيل الزراعيه، وهنتكلم على انواعها طبعا دلوقتي. قال لك ان المحاصيل الزراعيه تعددت وتنوعت، يبقى كده الخير كتير. يبقى انا كده عندي محاصيل زراعيه كتير قوي، يبقى انا عندي اكتفاء ذاتي، يبقى انا عندي الامن القومي الداخلي اللي انا محافظ عليه. يبقى انا كده عندي في ثراء وتنوع في الزراعه. ما احنا اتفقنا مع بعض فوق ان ربنا وهبنا موارد كتيره في المجالات زراعه صناعه تجاره، والمصري القديم قدر ان هو يستغلها فيوصل بيها اللي هو مين عايزه. عشان كده بقى ركز معايا زغلول انت وهي. قال لك تعددت وتنوعت المحاصيل الزراعيه، وهنتكلم عليها تحت دلوقتي. ولكن التعدد والتنوع ده يا جماعه ده بسبب تعدد وتنوع المناخ. يعني ايه؟ يعني التقلبات المناخيه اللي كانت موجوده عندي صالحه ان تخليني ازرع طول السنه، صيف شتاء ربيع خريف. ده يفرق معايا؟ طبعا يفرق، لان في زراعات معينه بتحتاج درجه حراره عاليه قوي يعني عايز الصيف، في زراعات معينه بتحتاج الشتاء، في زراعات معينه بتحتاج الربيع او الخريف. وده انتوا حتى بتلاحظوه في حاجه اسمها الصوب. الصوب الزراعيه اللي انتوا بتشوفوها ساعات كده وانتوا ماشيين على الطريق على الارض زراعيه، بيبقوا مهيئين ظروف معينه لفاكهه او خضار معين، وده مش وقته فبيزرعوه خلاص. عشان كده قالك ان المحاصيل الزراعيه تعددت وتنوعت، وده بيدل على ان هيبقى في اكتفاء ذاتي. وهقول لك من ايه كمان شويه. قالك وده يعني تنوع المناخ، يعني اختلاف درجات الحراره. يعني انا عندي كده صيف، عندي ربيع، عندي خريف، وعندي طبعا شتاء اللي كلنا بنحبه. قال لك وده مترتب عليه حاجه اسمها تقلبات مناخيه فصليه. كل اللي انا بقوله ده نواتج تعلم. يعني ايه نواتج تعلم؟ يعني ده تربطه جنب الدرس الاساسي هتلاقي الدنيا ماشيه معاك. بمعنى انا هنا مسهل الطرفين مع بعض. انت لو بصيت كده معايا هتلاقي الكلام ده كله موجود بس مش بالطريقه دي. يعني المذكره موجوده اهي قدامي زي ما هي، لكن التاني دي نواتج تعلم انا عاملها لك ومجهزها لك بشكل بالوان مختلفه تبقى جاهزه قدامك. فانا هنا بدل ما اتكلم على طول اقول محاصيل زراعيه، تعددت المحاصيل الزراعيه في مصر وكانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، والمحاصيل دي كان بيتم تخزينها. احنا هنا بقى ذاكرين كل حاجه بالتفصيل عنها. ليه تعددت؟ ليه تنوعت؟ قال لك عشان تنوع المناخ، يعني درجات حراره مختلفه، يعني تقلبات مناخيه، وده هيؤدي معايا لحاجه اسمها اكتفاء ذاتي. وخد بالك بقى ان انا هبدا كمان شويه ان انا اخزن حبوب، وهقول لك زي ايه. وده هيؤدي الى تنشيط حركه التجاره الداخليه ما بين الشمال والجنوب، وده هيؤدي الى التكافل اللي احنا خدناه في الوحده الاولى، التكافل والتكامل بين الشمال وبين الجنوب. طب ما تقول لي كده يا عم الحاج ايه هي افضل او اكتر المحاصيل الزراعيه يا مصر اللي احنا زرعناها؟ قال لك اول حاجه هنتكلم على الحبوب، وهي القمح والشعير. وخلي بالك قوي من القمح بالذات. قال لك وبرضه عملنا حاجه اسمها بقول زي عدس وترمس، والالياف زي الكتان، وده يخش طبعا في الصناعه. يبقى انا كده عندي الصناعه ارتبطت بمين؟ بالزراعه. وعندي بصل وثوم وخس، طبعا كلنا بنحب الخس. وعندي بلح وعنب وتين. وقال لك نباتات ذاتيه زي مين؟ زي زيت او زيت السمسم. ماشي؟ طيب بص بقى، انا ليه قلت لك خلي بالك من القمح بالذات؟
حصل اكتفاء ذاتي عند المصريين القدماء من الحبوب فقط، الباقيين ما ينفعش فيهم اكتفاء ذاتي، بمعنى دول مش هيتعانوا في مكان. اما الحبوب زي القمح والشعير والقمح بالاخص اللي احنا من زمان بنستخدمه، ده حصل فيه عمليه اسمها اكتفاء ذاتي. يعني ايه اكتفاء ذاتي؟ يعني هنا حصل عندي تخزين للحبوب دي، والتخزين ده كان لابد من وجوده، وده بيثبت مدى الفكر والمهاره بتاعه المصري القديم الزارع. لما حصل عندي تخزين للحبوب ده كان بسبب حاجه اسمها الاخطار الطبيعيه او الكوارث الطبيعيه. زي ايه كده؟ زي الزلزال، زي الفيضان لما يقل مش يزيد، وممكن يزيد برضه يسبب كارثه في الارض الزراعيه، زي حاجه اسمها الجفاف. فاللي حصل انا عايز ان انا احافظ على الحاجه بتاعتي، عايز احافظ عليها على قد ما اقدر وتبقى معايا طول السنه، وانا اتفقت معاكم ان انا اصلا عندي تنوع في المناخ، فده هيأهلني لده. فانا هعين الحاجات دي كلها في حاجه اسمها الصوامع، والصوامع دي كانت موجوده على شكل كده مخروطي شويه، من فوق بطلع عليها بسلم، بحط الحاجه من فوق، وفي باب حديد كده هنا من تحت. اللي بيحصل وقت ما اعوز بفتح من هنا واخد الحاجه، يبقى انا مخزن طول مين؟ السنه، يبقى الحاجه دي انا مالي محافظ عليها طول السنه. ولكن لو انا قلت لك انا ما اقدرش ان انا اخزن حاجه زي عدس وترمس او خضار او شجر مثمر زي البلح والعنب والتين، هتقول لي ده مجفف، ما كانوش هم وصلوا لده، وحتى لو وصلوا لده ده مش بنفس الاهميه دي. بالبلدي اقدر اقول ان الحاجات التانيه عايزه ثلاجه، اما دول ما لهمش ثلاجه، يعني لو اتركنوا في اي مكان بتخزين صح هيبقوا 100 100. والعدس والترمس ممكن يتخزنوا مفيش مشكله، لكن دولت مش بيستخدموا في الاكل والشرب زي القمح بالاخص. فانا هنا عملت عندي حاجه اسمها اكتفاء ذاتي، والاكتفاء الذاتي لتجنب يمس الاخطار الطبيعيه. يبقى الطبيعه ممكن تغدر بيا، زي يبقى عندي جفاف في النيل، زي يبقى عندي زلزال فيحصل هدر للمحصول اللي عندي كله، لكن انا حافظت على المحصول دوت جوه مكان مين؟ معين. يبقى اهم المحاصيل عندي زي ما احنا قلنا الحبوب والبقول والالياف والخضار وشجر المثمر، لكن الاهم بالنسبه لي هو مين؟ الحبوب. تمام؟ طيب عايزين بقى نتكلم على الجزء الثاني من عناصر الزراعه. ما احنا اتفقنا كده واتكلمنا على الجزء الاولاني اللي هي مين؟ المحاصيل الزراعيه. قلنا المحاصيل الزراعيه مالها؟ ها عشان بنسى، حبيبي حبيبتي ركزوا معايا. المحاصيل الزراعيه انت وهي احنا اتفقنا ان هي تنوعت وتتعددت، يبقى في ثراء، درجات حراره مختلفه كتير جدا يا مستر، فازرع طول السنه. ملكيه الارض بتاعت مين؟ في عندي نوعين من الملكيه، في ملكيه عامه وملكيه خاصه. ملكيه مين؟ عامه وملكيه خاصه. تعال بقى بص كده معايا، قال لك ملكيه الارض ترجع الى الملكيه العامه. الملكيه العامه متمثله في الملك الا وهو الفرعون، يعني الدوله، يعني الارض بتاعت فرعون. فرعون ده اللي هو مين؟ ملك مصر. يبقى الدوله كل الارض الزراعيه دي بتاعتها هي، يبقى دي اسمها ملكيه مين؟ قال لك ملكيه عامله، وبالتالي ملكيه اسف عامه، معلش. ولكن قال لك بقى مين اللي بيزرع؟ الفلاح. اقدر اقول على الفلاح هنا كلمه بسيطه بس اعرفها لكم، مش مهم نوضحها قوي، اسمها منتفع. يعني ايه منتفع؟ يعني يا مستر بقى بياخد كل حاجه والدنيا رايقه معاه؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. ده هو بيزرع الارض، جزء كبير من اللي بيزرعه بيروح ضرايب للدوله، وهو بياخد جزء صغير جدا منه. يبقى ده بيدل على مين؟ ده بيدل على عدل ولا ظلم؟ قال لك طبعا ظلم. يبقى هنا في ظلم اجتماعي. يبقى انا احط قاعده في دماغي ان في واحد اتظلم في الدوله الفرعونيه او المصريه القديمه من الاول لحد الاخر، او هو الفلاح. يبقى الفلاح حصل له عمليه اسمها عدم العداله الاجتماعيه. عدم مين؟ العداله الاجتماعيه، او ايه كمان يا مستر؟ ظلم اجتماعي. الاكثر ظلما في كل الطبقات في المجتمع اللي هو الفلاح. ليه؟ لان جزء كبير جدا من الارض الزراعيه كان بيتم اخذ المحصول بتاعها وتروح للدوله على شكل ضرائب، اما هو بينتفع بالجزء مين؟ البسيط. يبقى انا كده عندي الملكيه العامه الاولى، ملك لمين؟ دوله متمثله في مين؟ في فرعون. فرعون يعني ملكيه عامه. عندي بعد كده ملكيه خاصه، ودي مقسومه لحاجتين. قال لك الملكيه الخاصه بعد كده دي اول حاجه هبه، مش واحده اسمها هبه، هديه باخدها من مين؟ بالفرعون. يبقى مين اللي بيدي دلوقتي؟ قال لك فرعون اللي هو الملك اللي هو السلطان، ما اقدرش اقول عليه بقى سلطان لانه كان ملك او اسمه فرعون. فقال لك الفرعون هنا بيدي حاجه اسمها ملكيه خاصه، يعني ارض كده تبقى لحد معين. طب هيديها لمين؟ قال لك هيديها لكبار الموظفين اللي عنده، يعني كاهن، يعني وزير، يعني حاكم اقليم ممكن. قال لك وممكن كمان يديها لقاده جيش. يبقى انا كده بتكلم عندي على جانبين، جانب سياسي وجانب عسكري. خد بالك من الحته دي، ما انا لما اقول معاك من شويه كده كبار موظفين، يعني انا بقول على جانب سياسي، وزير، كاهن، حاكم اقليم، والقاده في الجيش اللي هم العساكر، يبقى ده جانب عسكري. طب ليه بقى فرعون بيدي الارض ديت لكبار الموظفين اللي عنده او القاده بتوع الجيش؟ قال لك لضمان الولاء ليه، لعدم الخيانه ليه، عشان يضمن بس سيطرته عليهم وعلى الدوله. لكن لما يكوش هو على كل حاجه ما هم ممكن يطمعوا فيه. وقال لك في نفس الوقت الفرعون ده خلى الارض دي وراثه ليهم، يعني هم ممكن يورثوها لمين؟ لاولادهم بعد كده. ثم
عندي الملكيه الثانيه اسمها ملكيه الاوقاف، ودي برضو ملكيه خاصه. خلي بالك بقى، يبقى ملكيه الاوقاف ملكيه خاصه، وعندي الملكيه الثانيه اللي هي الارض او الهبه للسلطان، او اسف الفرعون او الملك، معلش ثالث سنه ملخبطانه والله. ان الملك او الفرعون هو اللي بيديها لمين؟ هو اللي بيديها لكبار الموظفين وايضا لكبار قاده الجيش. الملكيه اللي بعد كده اسمها ملكيه الاوقاف، ودي ملكيه خاصه. احنا عندنا معابد وعندنا اديره، يعني ده جانب ماله؟ جانب ديني. طب انا عايز اصرف عليهم، قال لك انا هخصص ارض ليها علاقه بيهم هم بس، اسمها ارض الاوقاف. يبقى ارض الاوقاف دي ارض مالها؟ ارض خاصه تصرف على المعابد والمقابر، وده يمثل جانب ديني. يبقى هتصرف عليهم، وقال لك ان دي ارض واقفه مش للبيع، يعني دي ما ينفعش ان حد ياخدها، فدي ملك للدوله. ايضا هي خاصه هنا بمين؟ بالاوقاف، بس هي تعتبر مين؟ ملكيه عامه تبع الدوله، عشان بس ما حدش يتلخبط ويقول لي يا مصر ما انت كاتب خاصه هنا اهو. ايوه خاصه تبع الاوقاف، يعني دي شغلتها ان هي بتصرف على المعابد وعلى الاديره فقط، ملهاش حاجه ثانيه خالص غير كده. تعال بقى نتكلم على دور الدوله. هل الدوله فعلا هتساهم في تنميه الزراعه؟ طبعا. وحطها قاعده في دماغك، احنا قلنا من الاول ان ربنا وهب مصر موارد وهم استغلوها في الزراعه والصناعه والتجاره. يبقى الدوله بخلت كده بحكامها ولا ما بخلتش؟ لا طبعا ما بخلتش، بالعكس يا مصر ده حصل تقدم عالي جدا. بص بقى معايا، قال لك حققت الحكومه المركزيه، ودي الحكومه ماشي اللي هي الاداره المركزيه، اللي هي مين؟ تحت فرعون وتحت الوزير، يعني دي اللي بيقودها الوزير، ودي اعلى منصب في الدوله بعد فرعون. هنقول ده كمان شويه. حققت الحكومه المصريه اللي هو فرعون نهضه زراعيه. يبقى هنا في نهضه زراعيه، قال لك خصوصا النهضه دي كانت فين؟ كانت في الدوله الوسطى ماشي. يبقى ده اسمه عصر الرخاء الزراعي. يبقى انا احط قاعده في دماغي كده، اللي ما هو عصر الرخاء الزراعي؟ الدوله الوسطى ولا الدوله الحديثه ولا الدوله القديمه؟ قال لك ان عصر الرخاء الزراعي هو الدوله الوسطى بالاخص، وهنعرف ليه كمان شويه. بص بقى اللي حصل، قال لك اول حاجه هيبداوا ان هم يعملوا حاجه اسمها مشروعات الري، وده هيترتب عليه ان هم يعملوا حاجه اسمها السدود، زي سد اسمه سد اللاهون هنتكلم عنه دلوقتي. ثم قال لك حاجه اسمها طبعا الفيضان والكوارث الطبيعيه، مش هتكلم فيها دلوقتي، وده هيترتب عليه اول حاجه زياده مساحه الارض، وده اسمه توسع افقي. يعني ايه توسع افقي؟ خد بالك ان انا بيبقى عندي ري منتظم، يبقى عندي ري طول السنه، فيبقى انا عندي تنوع محاصيل، فيبقى عندي سدود بخزن وراها الميه، فالميه ديت بستفيد منها طول السنه. بمعنى انا حصل عندي فيضان فالميه كتيره جدا، فبدل ما اهدر الميه وتغرق الارض وتبوظ الدنيا، لا انا بخزنها لحين الحاجه اليها. حصل عندي جفاف، يبقى انا هفتح السد الميه تخرج، وده مترتب على مين؟ مشروعات الري والسدود مترتبه على تنوع المحاصيل اللي احنا اتكلمنا عليها ورا. تنوع المحاصيل ليس من اجل درجه الحراره بس، في ميه كمان هنا، فيبقى انا عندي زراعه طول السنه. قال لك الاشراف على مشروعات الري وعمليات الزراعه المختلفه عن طريق كام؟ 5 ادارات، والخمس ادارات دول كانوا مختصين يا جدعان بحاجه اسمها الزراعه. واحد، قال لك اداره اسمها اداره مساحه الاراضي، ودي شغلتها ان هي تحسب مساحه الارض اللي عندك قد ايه، عندك كام فدان، عندك كام الف فدان. 2، اداره الري، ودي مسؤوله عن السدود اللي بتتعمل او الجسور او حتى الترع، يبقى هي مسؤوله عن مين؟ عن تنظيم الري. ثم الاداره المحليه للاقليم، وده معناها ان كل اداره من الادارات او كل اقليم من الاقاليم ليه اداره معينه خاصه بيه، دي مسؤوله عن المشاريع اللي جوه الاداره بتاعته. ثم اداره اسمها اداره الزراعه، واقدر اقول عليها ان هي وزاره الري او وزاره الزراعه دلوقتي، شبهها بالظبط. ثم في حاجه بقى 5 قويه جدا، الا وهي اسمها الاداره السليمه الحازمه، واقدر اقول عليها دي اسمها اداره، او دي اسمها اداره الازمات والطوارئ، ودي موجوده في دول دلوقتي على فكره. دي شغلتها ان هي عندها القدره ان هي تعرف تحل اي مشكله او اي ازمه او اي طارئ ممكن يحصل. زي فاكرين الصين؟ فاكرين كورونا؟ تخيلوا ان الصين في كورونا، في كورونا وباء عالمي ضربها هي اول دوله، اللي كل دول العالم كانت بتعاني من ازمه زي ديت. عملت ايه؟ بنت مستشفى ميداني في اقل من 7 ايام، اكتر من 20 دور. انت متخيل القوه اللي هم فيها؟ فهم عندهم اداره عندها القدره على التعامل مع اي ازمه، اي كارثه ممكن تحصل. ايام الفراعنه كان في حاجه زي دي اسمها الاداره السليمه الحازمه، ودي شغلتها ان هي تواجه الازمات والطوارئ. وده حصل زي قصه سيدنا يوسف لو انتم فاكرين، 7 العجاف الشداد، وكان في 7 رخاء، فكانوا بيخزنوا الحاجات اللي كانوا بيخزنوها وبيزرعوا كتير جدا في الوقت اللي فيه ال7 الدنيا جميله وحلوه بيعرفوا يزرعوا فيه فيضان. اما ال7 العجاف فكانوا بيخزنوا ليه، يبقى هو كان بيزرع اكتر عشان اللي جاي بعد كده اللي فيه المشكله، والعكس صحيح. تمام؟ بص بقى معايا، لو هنتكلم على مشروع سد اللاهون، وده خلي بالك موجود في الفيوم ماشي، وده غرب الوادي، وده يطلق عليه دلوقتي بحيره اسمها بحيره قارون ماشي. خلي بالك بقى معايا في الحته دي. اللي عمله الاول ملك اسمه امنمحات الثالث، وقال لك ده احد ملوك الدوله الوسطى. انا لسه قايل من شويه يا جدعان، ما هو العصر الذي حصل فيه رخاء زراعي؟ عصر النهضه الزراعيه هو عصر الدوله مين؟ الوسطى. امنمحات الثالث عمل سد اسمه سد اللاهون. بص بقى معايا يا حبيب قلبي انت وهي، سد اللاهون يا باشا
او اي سد لما بيتعمل بصفه عامه زي ما احنا ما قلنا من شويه ده بينظم عمليات الري، فده بيترتب عليه حاجه اسمها تنميه مستدامه، وده بيترتب عليه حاجه اسمها زياده مساحه الارض الزراعيه الا هو التوسع الافقي، عشان في توسع راسي وتوسع افقي. التوسع الراسي بزيد انتاج بس الارض زي ما هي، اما التوسع الافقي ده انا بزيد مساحه ارض مع مساحه زياده انتاج كمان، الاثنين مع بعض. فاللي حصل قال لك ان الملك ابن محات الثالث احد ملوك الدوله الوسطى عمل مشروع سد اللاهون اللي هو بحيره قارون دلوقتي، عمله عند مدخل مين؟ الفيوم. طب كانت شغلته ايه؟ اول حاجه عندي قال لك منع غرق الاراضي بالفيضان. الفيضان ده معناه هنا كده ايه؟ معناه ان انا هنا هخسر ارض وهخسر زرع. اتنين، لما انا هنا همنع غرق الارض بالفيضان فانا هستفيد من الفيضان ده، فانا هعمل له عمليه اسمها تخزين الميه وراه، فانا هضمن منه ان انا هعمل عمليه اسمها استصلاح الاراضي، يبقى ده جانب اقتصادي، يبقى الرقعه الزراعيه عندي ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد، يبقى المحاصيل تكتر ولا تقل؟ قال لك طبعا تكتر بكتير. فلما انا هنا منعت غرق الاراضي بالفيضان وخزنت الميه بتاعت الفيضان هقدر استفيد منها في ان انا ازرع 27000 فدان. انت عارف يعني ايه 27000 فدان؟ ده رقم ضخم جدا، حتى دلوقتي ده رقم ضخم جدا جدا. يبقى هم كده المصري القديم كان عنده حسن استثمار او استخدام الموارد، كان عنده حلول بديله للازمه اللي كانت موجوده، كان هنا عنده حل ازمه، يبقى ده جانب اسمه جانب اقتصادي، يبقى ده اسمه استصلاح. ما تكتبش، انا قلت لك كل ده هتلاقيني كاتبه لك في الورق، فالورق يبقى في ايديك وانت قاعد معايا. تمام؟ صلي على سيدنا محمد انت وهي. نكمل. قال لك بعد كده هيحصل حاجه اسمها توسع افقي زي ما احنا ما قلنا، وايضا هيبقى عندي هنا استفاده من الميه العذبه، وده هيترتب عليه انشاء مدن جديده. ما هو انا هنا عندي مساحه الارض الزراعيه بتزيد، فانا عندي في ناس بتزرع، فانا بالبلدي كده عايز اخلي الناس دي سكن، يبقى ده كده يعتبر جانب اجتماعي وجانب عمراني. يبقى هنا السد ده هيساهم عندي في جانب اسمه جانب عمراني وجانب اجتماعي وتسكين مين؟ الناس. يبقى انا كده عرفت عندي حاجه، عرفت ان دور الدوله في التنميه الزراعيه ان حصلت نهضه، وكان في عصر اسمه عصر النهضه وعصر الرخاء الزراعي، ده كان عصر مين؟ هتقول لي عصر الدوله الوسطى. تمام؟ عملوا كام حاجه؟ عملوا حاجات كتيره جدا يا مصر، عملوا مشروعات ري، عملوا حاجه اسمها سد اللاهون، وسد اللاهون يعني هندسه، يعني تقدم علمي وتكنولوجي، خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله ده كله. ايضا يا مستر عملوا دوت عشان خاطر يحموا الارض من الفيضان. يبقى هنا في كوارث طبيعيه همنعها. طب خد بالك بقى من حاجه، سد اللاهون هنا شبه مين؟ قال لك هو شبه الصوامع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طبعا، ما هم الاثنين تم انشائهم لتجنب الاخطار الطبيعيه، واحد فيضان والتاني عشان جفاف الفيضان عشان الارض او زلزال. يبقى انا كده عندي اول تشابه هيحصل ما بين سد اللاهون وما بين مين؟ وبين الصوامع. تمام. الزراعه هتبقى مربوطه بحاجه اسمها تربيه الحيوان والصيد. ما هو انا عندي زراعه، يعني انا عندي مرعى طبيعي كبير جدا، يعني انا عندي ارض زراعيه اقدر ان انا احط فيها ماشيه، يبقى انا عندي في ثراء وتنوع في الثروه بين الحيوانيه، فيحصل عندي اكتفاء ذاتي من الثروه بين الحيوانيه. تعال بقى كده معايا. قال لك مصر فيها ثروه حيوانيه كبيره جدا، وده بسبب الثراء والتنوع اللي في الارض واللي في المناخ، وان عندها كل حاجه وعندها زرع كتير، وخصوصا الدلتا اي وجه بحري. يبقى انا كده عندي وجه بحري، وعندي مصر سفلى وعندي مصر عليا. مين مصر العليا؟ الصعيد طيبه. مين مصر السفلى؟ الدلتا. يبقى ده وجه مين؟ بحري. يبقى الزراعه كلها كانت منصبه على الوجه البحري ولا القبلي؟ قال لك طبعا الوجه مين؟ البحري، فاعرف ده ليا. فقال لك مصر فيها ثروه حيوانيه كبيره، تنوع وثراء خصوصا في الدلتا. طيب بسبب توافر لسه قايل من شويه توافر مين؟ قال لك مراعي طبيعيه، وقال لك ان المسؤول عن المراعي دي كمان او عن الراعي ده او عن تربيه الحيوانات قال لك مش ناس عاديه، ده رعاه محترفين. رعاه مين؟ محترفين، يعني طائفه مين؟ خاصه. وده بيثبت مدى اهتمام المصري القديم بالثروه الحيوانيه، ان مش اي حد وخلاص ان انا ممكن اهدرها، لا ده هو عايز بدل ما يبقى عنده مثلا 50 راس هو مخطط ان السنه الجايه يبقى عنده 100 راس، السنه اللي بعدها 300 راس، السنه اللي بعدها مليون راس. فهو هنا بيعمل تحقيق الاكتفاء الذاتي من ثروه حيوانيه ويستفيد منها، وفي نفس الوقت اللي بيحصل لها بيكبرها. قال لك عن طريق ان هو عنده طائفه مسؤوله عنها اسمها طائفه خاصه او رعاه محترفين. مين هي اهم الحيوانات اللي كانت موجوده عندهم؟ قال لك الابقار. بتحتل المكانه الاولى. ليه؟ قال لك تم استخدام الابقار في الاكل، او ان انا باخد منها الالبان، او ان انا ممكن اخد منها كمان الجلود وهستخدمها بعد كده في الصناعه، وممكن استخدمها في الزراعه ان هي بتحرث الارض، وممكن استخدمها في النقل كان بيشيل عليها. شفت الفوائد بتاعه البقره قد ايه؟ كتيره جدا. فقال لك دي مكانها مالها اولى، يبقى اكل او زراعه او نقل. قال لك طبعا بجانب الابقار كان في حاجه اسمها الاغنام والماعز والطيور والنحل، يبقى اهتم بده كله. طيب هل الحيوانات بالنسبه له كانت مهمه؟ طبعا. قال لك صوف واوبار، والاثنين دول كده يخشوا في الصناعه، الثلاثه دول صوف واوبار وجلود، يبقى دي اسمها ايه؟ صناعه. يبقى كده تاني حاجه هو بتكلم عليها ان في علاقه بين الصناعه والزراعه، زي ما احنا ما اتكلمنا على الكتان في الحبوب، دخلت من الزراعه لمين؟ الصناعه. ثم
ايضا في الاكتفاء الذاتي اللي هي مين؟ لحوم. وعندي حاجه اسمها الزراعه والنقل، اللي انا بستخدم الحيوانات وخصوصا الابقار فان هي بتحرث الارض الزراعيه، وفي نفس الوقت ممكن اشيل عليها حاجه معينه اوصلها لحد المكان اللي انا عايزه. انواع الصيد، عندي 3 انواع من الصيد: بري، طيور، اسماك. في 2 فيهم عكس بعض، الا وهو البري، الا وهو صيد السمك. البري قال لك ده بتاع طبقه معينه او فئه معينه، من الاخر بتوع الناس الكلاس الهاي ايجيبت، مش بتوعنا احنا. قال لك دول بتوع علية القوم. يعني ايه علية القوم؟ قال لك يعني فرعون واسرته، يعني وزير، يعني حاكم اقليم، الناس الهاي قوي. وهم كانوا بيستخدموا الموضوع دوت في حاجه اسمها الرياضه، اللي هم بيرفهوا عن نفسهم شويه، فكانوا بيخرجوا في الصحراء بيصيدوا نوعين من الحيوانات، الا وهو الغزلان والاسود. تمام؟ طيب بالنسبه بقى لمصر القديم الغلبان قوي اللي هي الطبقه العامه او الفقيره، هل الموضوع ده هيفرق معاه؟ لا طبعا. وانا لما اشتري ان شاء الله غزاله او ان انا اصطاد غزاله هبيعها لمين؟ وتاني هم عشان اصطاد غزاله انا محتاج ادوات برقم فلكي، ادوات صيد برقم عالي جدا، انا ما اقدرش اعمل ده. فهنا لم يهتم المصري القديم من الطبقه العامه او الفقيره بمين؟ بالصيد البري. ليه؟ لانه الصيد لا يمثل مصدر دخل، يبقى ده كده جانب اقتصادي، وخلي بالك جانب اجتماعي برضو معاه. فهو انك ايه؟ لم يهتم المصري القديم او العامه بمين؟ بالصيد البري. ليه؟ لانه مش مهم اقتصاديا، لا يمثل اي مصدر دخل بالنسبه له. طب انا ههتم بيه ليه؟ على العكس، تعالى الناحيه الثانيه، صيد السمك. قال لك ان السمك موجود اصلا في حاجه اسمها البحيرات، وحاجه اسمها الانهار، وحاجه اسمها الترع، وده موجود بكثره ومش محتاج ادوات غاليه جدا في صيده. وفي نفس الوقت قال لك ان الفئه العامه او الفقيره عندها القدره ان هي تشتريه، او ان هي تصطاده وتبيعه. فهنا ده هيمثل مصدر دخل ليها، يبقى ده جانب اجتماعي، عشان في طبقه مشتركه هنا زي ما تقول كده، الطبقه ممكن اقول عليها الوسطى والعامه، اللي هي اللي تحت خالص، هي اللي كانت بتستخدم موضوع صيد الاسماك فان هي يعتبر مصدر دخل ليها. يبقى هنا في جانب مين؟ اقتصادي. بس في حاجه صغيره عايز اقول لك عليها، ده ما بيفكركش بحاجه؟ يعني ده كده ما بيفكركش بحاجه احنا خدناها زي الاستراقه والبرديات؟ مين اللي كان بيستخدم البرديات؟ قلنا علية القوم برضو على فكره، الناس اللي ولاد الاغنياء، ولاد الملك او الفرعون، وولاد الوزراء، وكان بيتم استخدامه في ارسال الكتابات للدول المجاوره. ليه؟ كان غالي. تمام؟ مين اللي كان بيستخدم الاستراقه؟ قال لك الطبقه الوسطى والعامه، لتوفره ووجوده بكثره وكتير جدا 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 جدا. فهنا اقدر اقول في حاجه اسمها تقسيم طبقي ما بين مين ومين بقى يا باشا؟ يبقى هنا في ايه؟ تقسيم طبقي ما بين الصيد البري وصيد الاسماك. يبقى الصيد البري فئه خاصه ولا فئه عامه اللي كانت بتستخدمه؟ فئه خاصه. يعني ايه خاصه؟ يعني صغيره يا مستر، علية القوم، رياضه بالنسبه لهم، بيرفهوا عن نفسهم، ناس كده بمعنى اصح كده ممكن تروح مثلا زي اللي بيصيدوا دلوقتي في غابات، ممكن يدفع ارقام فلكيه عشان يروح يصطاد بس. على العكس في صيد اسمه صيد السمك، يبقى اللي فوق بتاع علية القوم، يبقى اللي تحت بتاع مين؟ بتاع الطبقة العامة، الطبقة الفقيرة، بيمثل مصدر دخل ليها، طبقة كبيرة جدا، يبقى ده جانب اقتصادي وجانب اجتماعي، الاثنين حصل ما بينهم حاجة اسمها فروق طبقية، يعني تقسيم مين؟ طبقي. واحنا قلنا صيد السمك شبه مين؟ الاستراقة. في النص بقى قال لك صيد الطيور، قال لك ده موضوع سهل، اي حد بيصطاد طير عادي جدا بالنسبة له، زي البجع وزي السمان، فالموضوع مش صعب جدا بالنسبة له. كده احنا خلصنا مين؟ كده احنا اتكلمنا على الزراعة، واتكلمنا على اهم عناصر الزراعة، واتكلمنا على اهم المحاصيل الزراعية، واتكلمنا على ملكية الأرض، واتكلمنا على أهم المشاريع اللي حصلت كانت موجودة في الزراعة ودور الدولة اتجاه الزراعة. هنتكلم بقى على الصناعة. احنا اتفقنا مع بعض إن كله متقدم. المصري القديم كان متقدم في كل حاجة. الصناعة نفس اللي أنا قلته في الأول في المقدمة هو اللي هقوله دلوقتي. قال لك إن المصري القديم قدر يستثمر الموارد اللي عنده. قدر يستثمر إيه؟ الموارد أو المقومات أو العوامل زي ما احنا ما قلنا، التي وهبها الله لمصر. يبقى زي ما احنا قلنا دي ثروه طبيعيه محدش كان ليه دخل فيها، ربنا هو اللي وهب، وكانت ركيزه يعني حاجه مهمه جدا 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 لقيام الحضاره. فقال لك ان هو استخدم حاجه اسمها الخشب، وحاجه اسمها الاحجار، وحاجه اسمها المعادن، واظهر موهبته ومهارته، وقدر ان هو يحقق نهضه صناعيه. انا عندي نهضه زراعيه زي الدوله الوسطى، وهنا عندي نهضه مين؟ صناعيه. قال لك والصناعه كمان تنوعت بسبب الخير اللي ربنا اداه. احنا اتفقنا مع بعض ربنا ايه؟ ادى موارد، وهب مصر موارد كتيره جدا، فالانسان دوت استغل الموارد دي كلها وقدر يعرف منها كمان سر من اسرارها، هو المواد الخام ديت بتستخدم في كام حاجه؟ الموارد الطبيعيه. بص انا قلت لك من شويه او في اول الدرس خالص انت وهي لو انتوا فاكرين، اني لو ربنا وهبني هبه او ملكه معينه او حاجه معينه وانا ما استثمرتهاش ملهاش لازمه. ازاي؟ بص انا ذكي جدا، عبقري جدا، حلو، بس انا مضيع نفسي في التفاهات، مضيع نفسي في الفشل والحاجات اللي ملهاش لازمه. هل عمري هوصل؟ استحاله. لكن لو انا قدرت اعرف قدراتي وامكانياتي اوصل ولا ما اوصلش. احنا بقى اتفقنا مع بعض ان المصري القديم كان ماهر جدا ومهارته ظهرت في الصناعه بالاخص. يبقى لو جه قال لك ايه هي الحرفه
اللي ظهرت مهاره المصري القديم قوي 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 هي حرفه مين؟ الصناعه. بصوا بقى معايا كده بالراحه. هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها عناصر الصناعه، هنتكلم على الصنع المصري، وده اقدر اقول عليه اهم عنصر فيهم كلهم. وده حقيقي والله. ليه؟ انا قلت لك معايا الفلوس بس ما عنديش عقل، يبقى ليها لازمه الفلوس؟ لا ملهاش لازمه. لكن معايا فلوس ومعايا عقل يبقى الموضوع سهل جدا. معايا شويه فلوس صغيرين بس معايا عقل عبقري، معايا افكار اقدر اوصل اللي انا عايزه. قال لك اول واحد الصانع المصري. عايزين نعرف بقى النهضه الصناعيه اللي حصلت وازاي استغل الموارد ديت، استغلها ازاي. قال لك ان الصانع المصري كانت فيه عنده ميزه حلوه قوي قوي قوي، الا وهي وراثه الصناعه. وراثه الصناعه دي يعني جانب اجتماعي، يعني هيورثها عن الاب والجد، يبقى هو متقن جدا. والجوده والاتقان ده هيترتب عليه ان يبقى الصناعه عندي قويه قوي، فده هيخليني اعرف بالبلدي كده كل حاجه عن الصنعه، واقدر اعرف اسرار المواد الخام، وممكن ابدع فيها بدل ما بتصنع حاجه واحده تصنع اكتر من حاجه. معلش بروح يا مستر تاني. طيب بص يا زغليل، صلوا على سيدنا محمد انت وهي. قال لك الصانع المصري ده اهم عنصر من عناصر الصناعه، لانه يرث الصناعه. عن مين يرث؟ قال لك يرثها عن ابيه وجده، يبقى دوت جانب اجتماعي. روح كده لاي مكان في مصر مشهور دلوقتي عندهم محل بقاله 100 سنه او 200 سنه، صدقني هتلاقي الناس دي مشهورين جدا، متقنين جدا، وعندهم الحاجه الاصليه والنظيفه دايما على طول. ليه؟ لان هم توارثوا، فعرفوا الحاجه اللي بتيجي دي بتيجي منين وبتيجي ازاي، والحاجه اللي بلعوب فيها من الحاجه الاصليه. فهو هنا نفس الموضوع بالظبط. قال لك ان المصري القديم ورث الصناعه من الاب والجد، يبقى ده جانب اسمه جانب مين؟ اجتماعي. بص بقى ترتب عليه جانب اقتصادي اهو. قال لك وبالتالي لما وصل لده هيوصل لحاجه اسمها الاتقان والجوده. الاتقان والجوده ان يعمل حاجه ما فيهاش غلطه خالص، زي ما احنا عارفين دلوقتي ان امهر ايد عامله على مستوى العالم هي عرفت الايد الالمانيه، الماكينه الالمانيه، الصناعه الالمانيه، ايد ماهره جدا، العقل مع الايد الاثنين مع بعض. وبالتالي قال لك فلما بقى عنده وراثه للصناعه اللي هو الجانب الاجتماعي، فبقى عنده اتقان وجوده، والاتقان والجوده مترتب عليه ان انا هبيع، يبقى ده جانب اسمه جانب مين؟ اقتصادي، فهيتطور من جيل لاخر. وبالتالي هيترتب على الاتقان معرفه سر الصنعه، معرفه خصائص المواد الخام، هعرف كل حاجه عنها، يبقى انا هصنع اكتر من حاجه من منتج واحد. زي ما هناخد دلوقتي زي نبات البردي، هتصنع منه سفن وورق. زي الصناعات الحجريه، حاجات كتير جدا هتشوفوها دلوقتي من الثمان صناعات اللي احنا هناخدهم، هتلاقوا منهم حاجه بتخش في اكتر من حاجه، وحاجه واحده بتصنع حاجه واحده بس. فده هنا يثبت مدى مهاره المصري القديم. يبقى الصناعه المصريه تورث ولا لا تورث؟ تورث. انا خدت قبل كده حاجه اسمها تورث كمان. مين هي؟ ان الارض بتاعت الملكيه الخاصه اللي فرعون او الملك بيديها لمين؟ لكبار الموظفين والقاده العسكريين، 10/10 100 بدا بيورث. نفس الموضوع، قال لك ان الصناعه تورث من الجد للاب للابن. ولكن في حاجه كمان، قال لك ان من حق الصانع ان هو يختار المهنه اللي هو عايزها. يعني انا ممكن ما اطلعش اشتغل زي ابويا وامي او زي ابويا وجدي، اسف، يبقى انا ممكن اشتغل مين؟ اي مهنه انا عايزها بصفه عامه. ايه بقى هي اهم الصناعات المصريه؟ احنا اتفقنا مع بعض القديمه هم هيبقوا 8 صناعات اللي بتثبت لي مهاره المصري القديم. ليه؟ انا قلت لك من شويه هنا لو انت فاكر، بص كده معايا، احنا قلنا الاتقان ترتب عليه ايه؟ معرفه خصائص مين؟ المواد، يعني اسرار المواد، يعني سر الصنعه، يعني تصنيع اكتر من حاجه من ماده خام ايه؟ واحده. عندي 8 صناعات. الصناعات الحجريه، وانت مغمض عينيك يبقى ده العصر الحجري لمصر، ده العصر الاول على طول. قال لك الاقدم اهو، الاقدم. قال لك ان الصناعات الحجريه دي الاقدم في الصناعات، عملوا منها تماثيل واواني، ده بيمثل جانب ثقافي واجتماعي عندهم، ده جانب مين؟ اجتماعي. توابيت، وده جانب مين؟ ديني. وخلي بالك من كلمه التوابيت دي عشان دي اول مره تتقال اهي، عشان انا هوريها لك مرتين كمان. تمام؟ قال لك هنا حصل ان استخدمت اكتر من صناعه من نفس الماده، عملت مين؟ تماثيل، اواني، وعملت حاجه اسمها توابيت. 2 الصناعات الفخاريه. لما هتكلم على فخار وانا مغمض عيني هتكلم على ماده اسمها الغرين، يعني الطمي اللي بيطلع من نهر النيل، يعني تربه، وتربه يعني بيئه جيولوجيه، لاني بستفيد من اللي موجود في الارض، يعني دي ثروه طبيعيه. ما احنا اتفقنا ربنا هب مين؟ مصر ثروات في الزراعه والصناعه وايه؟ والتجاره، اهو قدامك اهو. فقال لك تاني حاجه الصناعات الفخاريه، استخدموا ماده اسمها ماده مين؟ الغرين، اللي هو الطمي. والطمي ده بيطلع منين يا اساتذه؟ قال لك بيطلع من نهر النيل. نهر النيل يعني ايه؟ يعني تربه. نهر النيل يعني مين؟ يعني تربه. وبالتالي يبقى انا هنا استفدت من الفيضان، استفدت من التربه الطينيه، استفدت ايضا في صناعه طوب البناء. قال لك الاواني، وصنعوا برضو التماثيل. يبقى هنا عندي اكتر من حاجه من نوع واحد، يبقى دي اسمها التربه الفيضيه. ماشي؟ يبقى انا عندي صناعات مين؟ الفخاريه. اللي هو مين الصناعات الفخاريه يا مستر؟ اللي هو الفخار، بيطلع من الطمي، يعني صناعه، يعني بيطلع من الارض بتاعتنا، الارض دي يعني ارض مصر، يعني دي اسمها التربه
او بيئه جيولوجيه، اقدر اقول عليها استخدام تربه طفليه او طينيه او تربه فيضيه، كلهم بمعنى واحد. ثم الصناعات الزجاجيه دي بقى مختلفه عنهم كلهم. حطها قاعده في دماغك ان اول من صنع الزجاج في العالم هو المصريين. تفوق يابا احنا قد الدنيا. شغلهم بقى اغنيه محمود العسيلي. ماشي؟ قال لك الصناعات الزجاجيه اول من صنع الزجاج في العالم هم المصريين. وده كان بيتم استخراجه من حاجه اسمها الرمال البيضاء في الصحراء. يبقى انا بحول الرمل الابيض دوت للزجاج، يبقى انا هنا بحوله عن طريق علم اسمه علم الكيمياء. يبقى انا هنا في كيمياء. طب في حاجه كمان، انا بقول رمل من صحراء يعني من ارض، يبقى دي اسمها تربه، يعني بيئه برضو مالها بيئه جيولوجيه. يبقى شبه مين؟ شبه الفخار بالظبط اهو. يبقى انا عندي الفخار، الصناعات الفخاريه والصناعات الزجاجيه اللي يتم مشتركين مع بعض ان هم صناعات مالهم خرجوا من تربه الارض، بيئه جيولوجيه. لكن الاختلاف ما بينهم ان الصناعه دي اول من صنع الزجاج في العالم هم المصريين، اعرف ده ليا. والفرق الثاني ان هنا فيها علم اسمه علم مين؟ الكيمياء. في بقى حاجه هنا كمان مختلفه خالص وانا قلت لك عليها من شويه، ان الوحيده اللي فيها ماده خام واحده بتصنع حاجه واحده هي الصناعات الزجاجيه بس، اعرف ده ليه. البردي. البردي بقى ده اللي بيبين لك مهاره المصري القديم وقد ايه هو عرف اسرار الصناعه. تعال بقى معايا بالراحه. قال لك البردي اول من صنع الورق هو احنا، وخلي بالك احنا كنا بنصدره، الدوله الوحيده اللي كانت بتصدر. يبقى انا هنا في عندي حاجه بصدرها ويبقى عندي في الاخر حاجه بستوردها، يبقى اتنين عكس بعض هم. ماشي؟ قال لك البردي اول من صنع الورق احنا المصريين، كنا بنصدره طبعا لبره خصوصا لمين؟ للعراق. يبقى هنا يتم استخدامه في التواصل الحضاري، يعني سياسه خارجيه، يعني تواصل عالمي. قال لك ايضا كان بيتم استخدام البردي في صناعه المراكب الخفيفه اللي بتستخدمها في التجاره الداخليه ما بين الشمال وبين الجنوب. وايضا تم استخدام البردي في حاجه اسمها صنع السلات والحبال والفرش والحصر. هنا بقى في حاجه ما بين البردي وما بين البيئه الفخاريه، وما بين البردي وما بين الصناعات الزجاجيه. يا مستر انت كده هتلخبطني اطلاقا والله. انا عندي كام صناعه؟ 8. قلنا الاول كده وصلى على النبي انت وهي بالراحه، واحده واحده يا زغلول انت وزغلول بالراحه بقى كده، ركزوا معايا. قلنا اول حاجه الصناعات الحجريه، مالها؟ تم استخدامها مثلا في اواني، في تماثيل، في توابيت، ودي كانت فين؟ في العصر الحجري. صباح الفل. في عندي صناعه اسمها فخاريه، وصناعه اسمها صناعه الزجاج، وصناعه اسمها صناعه الورق البردي. في اشتراك ما بين الثلاثه دول في حاجه؟ ما بين مين ومين؟ ما بين البردي وما بين اول واحده اللي هي مين؟ الفخاريه. ان الاثنين خرجوا من تربه واحده. خرجوا من ايه؟ تربه واحده، طمي. ماشي؟ يبقى خرجوا من نهر مين؟ نيل. هتقولي البردي من الطمي؟ لا، كان نبات بيزرع في مين؟ في نهر النيل، كان بيطلع في نهر النيل. يبقى الاثنين المكان بتاعهم مشترك اللي هو نهر مين؟ النيل. يبقى دي تربه مع بعض او بيئه جيولوجيه. مين بقى اللي مشترك معاهم في البيئه الجيولوجيه كمان؟ الزجاج. يبقى انا كده عندي الصناعات الفخاريه وعندي الصناعات الزجاجيه وعندي البردي. الثلاثه او البردي الثلاثه خرجوا من حاجه اسمها جيولوجيه الارض او مين؟ او تربه الارض. بالراحه اهو. تمام؟ طيب اللي وراه في وجه شبه بين البردي والصناعات الزجاجيه. ايه هو وجه شبه بين البردي والصناعات الزجاجيه؟ ان الاثنين بيتم استخدام فيهم علم اسمه علم الكيمياء. عادي جدا، ما هو حول حاجه لحاجه. خلاص؟ يبقى اكبر دليل لمعرفه اسرار الصناعه هو ورق البردي. يبقى انا هو بثبت لك تاني اهو ان الماده الخام الواحده ممكن اطلع منها اكتر من حاجه. خلاص؟ يبقى ورق البردي والصناعات الفخاريه ان الاثنين كانوا في نهر النيل، بس واحده فيهم اقدر اقول عليها تربه والثانيه نهر النيل، يعني مشتركين في نهر النيل بس البردي مش تربه. خلاص؟ اما اللي كان مشترك مع الفخار كتربه هو مين؟ هي الصناعات الزجاجيه. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها صناعات الغزل والنسيج. غزل ونسيج يعني حاجات ليها علاقه بالزراعه والصناعه. قال لك استخدام الصوف والكتان. كتان يعني مين؟ زراعه، زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، او اتكلمنا اسف في الزراعه. يبقى صناعات الغزل والنسيج قال لك استخدموا الصوف والكتان والحرير، يعني زراعه مربوطه بثروه حيوانيه، والاثنين مربوطين بمين؟ مربوطين بالصناعه. النساء كانوا بيستخدموا حاجه اسمها المغازل من الخشب للغزل، وحاجه اسمها الانوال، ده بيتم استخدامه في مين؟ في النسيج. وهنا اصبحت نفس الموضوع، ان في صناعه الغزل والنسيج بستخدم الماده الخام في اكتر من حاجه. ثم صناعه الجلود. برع المصري القديم في صناعه الجلود او دباغه الجلود، وده كان جاي من الثروه الحيوانيه. عمل بيه حاجه اسمها احذيه، عمل بيه حاجه اسمها المقاعد اللي هي الكراسي، اغطيه او وسائد زي المخدات. قال لك قرب الميه، وكتب لك جنبها تخزين عشان تعرف، مش قرب الميه. قرب الميه لما نكون قاعدين بنغني مع بعض اغنيه البهيه. قرب الميه عامله بالظبط كده زي المكان اللي بحفظ فيه الميه، زي بالظبط كده نقول الزمزميه مثلا او الكولمان، خلاص، او الديسبنسر مثلا يعني. قال لك عملوا حاجه اسمها ارضيات العربيات الخشبيه. عربيات خشبيه؟ دي ظهرت امتى؟
دي ظهرت في الدوله الحديثه وخصوصا ايام الملك احمس، عشان ابقى انا عارف يبقى دي دوله مين؟ حديثه. يبقى دي ثروه مين؟ حيوانيه. يبقى انا هنا عندي الدوله الحديثه برعت على فكره في الصناعه جدا، خصوصا في مين؟ ارضيات العربات مين؟ الخشبيه. ثم الصناعات المعدنيه. ايضا الصناعات المعدنيه بتكشف مدى قوه ومهاره المصري القديم بحاجه مشهوره جدا عندكم ومعروفه، وهقولها لك كمان بالظبط كده 4-5 ثواني. قال لك ان الصناعات المعدنيه ظهرت كفاءه المصري القديم او براعته، ان هو برضه استخدم علم الكيمياء، بس علم الكيمياء هنا هيتم فيه صهر المعادن. وخلي بالك في فرق ما بين الصناعات المعدنيه وبين التعدين. التعدين حاجه والصناعات المعدنيه حاجه ثانيه، عشان بس احنا متفقين مع بعض. قال لك ان الصناعات المعدنيه تم استخدامها في الاسلحه، اسلحه يعني جانب مين؟ اقتصادي. تم اكتسابها ايضا في الصيد، يبقى ده جانب مين؟ اقتصادي. والاسلحه يبقى جانب سياسي. الامن القومي يبقى جانب مين؟ عسكري، بحافظ على نفسي، بعمل اسلحه منها. قال لك وده طبعا غير مين؟ التعدين. عندي ذهب ونحاس وعندي فضه. الفضه كانت محدوده جدا فمش هنتكلم عنها، يعني ما كانتش ظاهره قوي. عندي النحاس ده من اقدم المعادن. ثم الذهب قال لك ظهر في حاجه اسمها الحلي، والحلي احنا هنجيبه من عندنا وممكن نجيبه من بره كمان عشان الذهب بالذات هنجيبه من السودان. قال لك الحلي اللي هي المجوهرات والاواني والتيجان بتاعه الملوك والاقنعه والتوابيت. التوابيت تاني مره الذكر اهي معاك. يبقى انا عندي كده كام تابوت الذكر؟ 2، واحد في الذهب في الصناعات المعدنيه والتاني في الصناعات الحجريه. زي مين بقى؟ زي التابوت بتاع توت عنخ امون وزي القناع بتاع توت عنخ امون. لحد دلوقتي يا جدعان الموضوع وهم، اقسم بالله يعني انت لو حد فيكم راح المتحف المصري سواء كان القديم او الجديد الموجود دلوقتي الكبير، انتوا هتتوهموا من دقه الصناعه المصريه القديمه. حاجه لا تقدر بثمن، يعني ده يعني لو حط فيه تريليونات استحاله، لا يقدر باي ثمن. ودليل على الكفاءه صناعه المصريه القديمه كانت قويه جدا جدا جدا. فانا كده عندي مين؟ الصناعات المعدنيه. ثم اخر حاجه الصناعات الخشبيه. طيب انا قلت في البردي احنا بنعمل ايه؟ نصدر. هنا هنعمل ايه؟ نستورد. يبقى الاثنين عكس بعض. يبقى واحد بصدر وواحد بستورد، والاثنين لهم علاقه طبعا بالتجاره مين؟ الخارجيه. طبعا احنا ما عندناش هنا لا غابات ولا عندنا اخشاب، فطبيعي جدا انا هجيب من بره. قال لك مش عندنا فاحنا بنستورد، يعني دي حاجه خارجيه. زي خشب الارز مش الرز، خشب الارز، وده بيجي من افريقيا، لبنان وسوريا، ماشي، ولبنان بالاخص. وده يتم استخدامه في صناعه السفن وهتشوفها كمان شويه. طبعا السفن العملاقه كان بيتم استخدامها في ده. ايضا طبعا والابانوس جاي من النوبه من الجنوب، وبلاد بونت اللي هي الصومال، وده بنستخدمه في الاساس او الابواب او التوابيت. ايه التوابيت؟ يبقى دي رقم كام؟ 3. يبقى انا هنا مين عندي اكتر حرفه ارتبطت بالدين؟ هقول لك الصناعه. طب مصر احنا لسه ما خدناش التجاره، ماشي اما نجي لها، بس تعرفها في دماغك ان اكتر حرفه ارتبطت بالدين هي الصناعه. خدت عندي كام تابوت لحد دلوقتي؟ 3 في الاحجار والصناعات الحجريه. خدت عندي في الصناعات في الذهب. خدت هنا في الصناعات مين؟ الخشبيه. يبقى هنا عندي اكتر حرفه مربوطه بالدين هي مين؟ الصناعه. صعب ولا سهل؟ صعب. يبقى انا هنا عندي في 8 صناعات، في صناعه واحده فيهم مختلفه في كل حاجه. مين هي؟ صناعه الزجاج. ليه؟ احنا قلنا احنا الاول فيها، وقلنا في نفس الوقت تاني حاجه ان صناعه الزجاج ما كانش بيطلع منها الا من ماده خام واحده هي زجاج اللي هو الرمل، سلام عليكم. اما الباقيين كان بيطلع منهم اكتر من حاجه. من الصناعات اللي شبه بعض قلنا ان نهر النيل مشترك ما بين البردي وما بين الفخار، وقلنا ان البردي كمان البردي بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان البردي وايه كمان؟ قولوا معايا عشان انا نسيت، فكروني. قلنا ايه؟ البردي والزجاج الاثنين فيهم علم الكيمياء ومعاهم برضو مين؟ المعادن، صهر. خلاص تمام. صعب. يبقى انا كده عندي كام صناعه؟ 8 صناعات. هل الدوله يا مستر ليها علاقه بالصناعه؟ والله زي ما الدوله ساعدت في تحقيق نهضه زراعيه في الدوله الوسطى والعصور الوسطى، هنا نفس الموضوع. بص بقى معايا، قال لك اهتموا بتنميه الصناعه واهتموا باستخراج المعادن. يبقى انا عندي 2 اهتموا بايه؟ تنميه الصناعه واهتموا باستخراج المعادن. قال لك ووفروا كمان الامن والحمايه للبعثات التعدينيه. احنا رايحين الناس بتعمل تعدين في ذهب او فضه او في اي معدن، تخيل طلع عليهم حراميه قراصنه، ايه اللي هيحصل؟ فكانوا بيودوا معاهم جنود، يعني بيوفروا لهم الامن والحمايه عشان خاطر يقدروا ان هم يعملوا عمليه تعدين براحتهم. يبقى لازم في قوه بتبقى معاهم عشان ما يحصلش ان حد يطلع عليهم او يحصل حاجه معينه او الكلام ده كله بصفه عامه. 2 بالنسبه للاجر، قال لك ان الاجر كان بيتم على حاجه اسمها مخصصات عينيه. وات از ذا مينينج اوف مخصصات عينيه؟ يعني ما بتاخدش فلوس، لان احنا عارفين ان الحضاره المصريه القديمه ما كانش فيها نقود، كانت ماشيه بحاجه اسمها المقايضه. وغير المقايضه كانت المخصصات العينيه دي معناها انك انت تستخرج ذهب هديك جزء منه،
تستخرج نحاس اديك جزء منه. يبقى كل ما هو يستخرج الصانع بياخد جزء منه اللي بيطلع الحاجات دي. يبقى دي اسمها مخصصات مالها عينيه. يبقى مفيش مين عملات، نفس الحاجه اللي بتطلع بتاخد ايه منها صم. كان الملوك يتفخرون باعطاء العمال حقوقهم ومنع السخريه اللي هو الذل. يعني كان هنا في عداله اجتماعيه. وخد بالك بقى ان العداله والتقدير ديت هتعرفها ليه في الدرس اللي بعد ده على طول. ليه دول كانوا بيعملوا كده؟ طب هل من اول الدوله القديمه لحد الاخر حصل ده؟ هقول لك لا، وهتعرف ليه كمان شويه. قال لك كان الملوك يتفخرون باعطاء العمال حقوقهم ومنع السخريه اللي هو الذل. بمعنى يعني في عداله اجتماعيه، يعني هياخدوا تقدير وحسن تقدير من الفرعون لمين؟ لكبار الموظفين والجند والعمال. اقدر هنا اقول لك حاجه؟ مين هنا الوحيد اللي اتظلم زي ما احنا ما قلنا في اول الدرس لو انت فاكر انت وهي؟ زغلوله. الفلاح. الفلاح ما كانش فيه عداله اجتماعيه، كان في ظلم اجتماعي. عارفين ليه؟ ليه؟ مستر بيزرع الارض، جزء كبير جدا منها بيروح ضرايب لمين؟ للدوله، اما الجزء الصغير هو بياخده، فهو كده اصلا. لكن مين اللي نال تقدير الدوله المتمثله في الفرعون او في الملك؟ كبار الموظفين، ملكيه خاصه، عندي الجند ملكيه خاصه، الارض عندي مين؟ العمال. فكان بيتباهى بده، على عكس الفلاح. قال لك الفلاح مفيش اي حقوق، مفيش اي تقدير، اولع مالكش اي 30 لازمه. طبعا ده كان غلط وده كان ظلم. التجارة المصرية تفوقت جدا جدا جدا. ليه؟ بسبب موقع جغرافي متميز قوي. قال لك موقع مصر المتميز جغرافيا اثر عليها بالايجاب ولا بالسلب؟ طبيعي جدا يكون اثر عليها بايه؟ بالايجاب وعلى التجاره. فده ساعد ان مصر تتصل بالدول الاخرى وتحقق حاجه اسمها سياسه خارجيه، وتحقق حاجه اسمها تجاره خارجيه، وتحقق حاجه اسمها التواصل الحضاري سواء عالمي او حتى اقليمي. تمام؟ طيب ايه هي عناصر الحضاره؟ ركز بقى معايا ماشي، عشان الموضوع طويل شويه، الفيديو ده هيبقى طويل شويه، فعايزك تفوق معايا انت وهي. انا بس عشان ما نمتش من امبارح، فانا ممكن ان انا تلاقيني بغمض عيني كل شويه، عشان بس انا ما نمتش من امبارح، لاني والله ده بياخد مجهود كبير عبال ما يتكتب، وبياخد ترتيب عشان يتحط لك بالشكل اللي انت هتشوفه ده عامل ازاي. عندي نوعين من التجاره، تجاره داخليه يعني جوه، وتجاره خارجيه يعني ايه؟ بره بالبلدي اهو. يبقى انا عندي ايه؟ جوه وبره بالبلدي اهو. تعالى بقى معايا بالراحه. التجاره الداخليه نشطت. ايه نشطت؟ يعني فيها ازدهار، فيها تقدم. قال لك التجاره الداخليه نشطت التجاره الداخليه ما بين مدن مصر، ما بين الشمال وما بين مين؟ الجنوب. قال لك وكانت في حاجه مشهوره عندهم اسمها المقايضه، يعني هي اساس المبادلات التجاريه، يعني ما كانش في حاجه اسمها النقود يا مستر. طب ما هو كده ممكن حد ينصب على حد. اقول لك لا. هقول لك لا ليه؟ لان كانت في حاجه هنا مشهوره جدا، لو بصيت كده معايا، بص كده، تعالى بقى هنا كده. قال لك ان كانت في حاجه اسمها مقايضه. المقايضه دي معروفه ان انا كان عندي مثلا كيلو مكرونه وانت عندك كيلو رز، وانا عايز اكل رز وانت عايز تاكل مكرونه، فاحنا بنعمل مقايضه مع بعض، بديك حاجه قصاد حاجه وهكذا. طب المقايضه دي ممكن حد ينصب على حد؟ قال لك مستحيل ده يحصل. ليه؟ المقايضه دي كانت بتدل على حاجه اسمها الامانه والاتقان والثقه. يعني هنا منع مين؟ منع الغش. ازاي يعني يا مستر امنع الغش؟ تعالى كده بص معايا. قال لك ان المصري القديم في التجاره بالذات كان بيسترشد بالحكم والمواعظ والوصايا الاخلاقيه في الممارسات التجاريه. زي تعالى كده بص. قال لك لا تجعل الميزان غير متوازن، يعني كفه على كفه، ولا تغش في القمح، ولا تقلل سعه مكيال الحبوب، يعني ما تخلوش اقل، هو مثلا كيلو تحط 900 جرام. لا تزد الوزن لصالحك والا ذقت وبال امرك، ومن يغش تمقته عين الالهه. يبقى ده هنا مربوط بجانب مين؟ جانب ديني. يبقى هنا كان بيوصي. حتى سبحان الله احنا الدين الاسلام لما ربنا اعزنا بالاسلام سبحان الله، ويل للمطففين، الكيل بمكيالين، التصفيف في الميزان، وده من اشد انواع العذاب. خد بالك سيدنا محمد كان داخل على مجموعه من التجار، قال لهم يا معشر التجار انكم لمحشورون يوم القيامه مع الفجار الا من بر واعطى واتقى. الفجر ده اعلى منزله في نار جهنم، في الدرك الاسفل من النار، ربنا يعفو عنا. ففي اي تجاره في اي حاجه اوعى تضحك على حد من صاحبك، او انت تضحك على حد من صاحبتك وتديها مثلا جايبه تونيك او جايبه مثلا هودي جديد وفي دفوهيه معينه او قاطع او حاجه معينه، وتروح تديه لصاحبتك على انه جديد وتستنصحي عليها. جبت انت موبايل لقيت البطاريه بتاعته بتقع واديته لحد من صحابك او لحد ايا كان هو مين بره، وضحكت عليه وقلت له ده الموبايل 1000 ل 1100 100، ده انا كده لبسته له. لا طبعا، انت كده حسابك عسير. خد بالك كما تدين تدان. اوعى انت وهي، وده نصيحه من اخوكم، وانا قلت لكم ان انا هعودكم دايما ان انا هتكلم معاكم سواء شويه في علم نفس في حياتكم بصفه عامه، او هكلمكم في الدين، الاثنين. اوعى وطبعا انا مش شيخ برضه عشان احنا فاهمين، بس حقكم عليا. ليه؟ عشان لما ربنا يكرمني بعيالي الاقي اللي يتقي الله في عيالي ويوجههم. اوعى تفتكر ان انا نصحتي على حد وان انا ابيع له حاجه اغلى من سعرها بارقام ضخمه جدا، او ان انا اضحك عليه واقول له دي حاجه مثلا الماني او امريكي وهي صيني، ان كده ربنا هيبارك لي. استحاله.
فالمصري القديم كان بيطبق ده في التجاره ايضا، كان بيطبق مين؟ ده في التجاره. عشان كده ظهر قال لك ايه اهو، قال لك ان التجاره اصبحت مربوطه بالدين، يعني زي الصناعه. بس خلي بالك احنا اتفقنا مع بعض مين اللي مربوطه بقى اكتر بالدين؟ قلنا الصناعه وليست مين؟ وليست التجاره، لان الصناعه ذكرت في الثلاث توابيت، في 3 صناعات. اما التجاره ما تغشش، ما تعملش، ما تكلش مكيالين، مكيالك صح، كل حاجه عندك صح. ثم التجاره الخارجيه. التجاره الخارجيه يعني دول مجاوره، يعني تواصل حضاري، تواصل اقليمي، تواصل عالمي. بص بقى اللي حصل، قالك حرص ملوك مصر اللي هي الدوله القديمه، مالهم بقى؟ على اقامه علاقات تجاريه مع البلاد المحيطه لتبادل السلع. وخد بالك بقى عشان انا هتكلم هنا على دولتين، هتكلم على دوله قديمه وهتكلم على دوله حديثه. ركز بقى في اللي انا هقوله قوي. يبقى بدايه التجاره الخارجيه، محدش يقول لي دوله حديثه وربنا هزعل وهنجيب ناس تزعل وهنقعد نعيط من هنا للصبح. اللي بدأ التجاره الخارجيه هم ملوك الدوله القديمه، تمام؟ زي مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لتبادل مين؟ اسف، السلع. بص بقى معايا اللي حصل. في عندي هنا اثباتات بتثبت لي اللي انا بتكلم عليه، او الدوله القديمه. قال لك فينيقيا اقدم علاقه تجاريه حصلت ما بين مصر ودوله، او اول علاقه تجاريه حصلت كانت ما بين فينيقيا ومصر. فينيقيا اللي هي مين؟ سوريا ولبنان، وده بالنسبه لنا شمال شرق عشان نبقى احنا متفقين. قال لك اشهر البعثات او الرحلات البعثيه التي ارسلها ملك اسمه سنفرو، ده مؤسس الاسره الكام؟ الرابعه. ماشي؟ ماله؟ قال لك ده كانت اقدم العلاقات التجاريه ما بين مصر وما بين فينيقيا، وكنا بنستورد منهم خشب الارز لصناعه السفن. بص بقى انا وديك كام سفينه؟ 40 سفينه. انت متخيل العدد؟ ما انا قلت لك في الصناعات الخشبيه لو انت فاكر ما عندناش غابات، ما عندناش اصلا خشب، فاحنا لازم نجيبه منين؟ من بره، على عكس البردي. فالبردي احنا بنعمل ايه؟ بنصدر. اما ده بنعمل ايه؟ بنستورد. فاقدم علاقه تجاريه كانت ما بين مصر وفينيقيا. كانت ما بين مين؟ مصر وفينيقيا اللي هي سوريا ومين؟ ولبنان، عن طريق ملك سنفرو، ده مؤسس الاسره الكام؟ الرابعه. ولما اقول سنفرو اسره رابعه يبقى انت تحط في دماغك ده حجر مين؟ باليرمو على طول. ثم قال لك ليبيا بالنسبه لنا غرب، هنروح نجيب منها زيت، بس بالاخص زيت مين؟ قال لك زيت الزيتون. وكمان هنجيب منها ماشيه، يعني الثروه حيوانيه. يبقى ليبيا بتساهم معانا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروه الحيوانيه اهو، يعني امن مين؟ امن غذائي مصري. ثم بلاد النوبه اللي هي في الجنوب، وخد بالك ان في جزء من النوبه مصري وجزء من النوبه سوداني عشان ما تتلخبطش. فاحنا هنشتري منهم هم وبلاد فونت او الصومال دلوقتي عن طريق حتشبسوت، ودول مش هشرحهم دلوقتي ليه؟ لان انا هتكلم عليهم اصلا بشكل مستفيض دلوقتي كمان شويه، تمام كده؟ في بقى كده عندي ملحوظه لزلوزه كده نتكلم عليها مع بعض. بص بقى، ايه بقى هي الملحوظه اللزلوزه اللي انت عايز تقول لي عليها يا مستر؟ بص يا حبيب قلبي، هنتكلم على اقوى العلاقات التجاريه اللي حصلت في العصر الحديث. احنا اتفقنا مع بعض كده على حاجه عشان ما ننساش، ان بدايه العلاقات الخارجيه في التجاره كانت ما بين فين؟ احنا قلنا في الدوله مين؟ القديمه عن طريق الملك مين؟ سنفرو، الاسره الكام؟ الرابعه. اما هنتكلم بقى على الطفره اللي هتحصل، وهقول لك يعني ايه طفره كمان شويه، او اقوى سعه او توسع خارجي ضخم جدا بسبب امبراطوريه كبيره جدا جدا جدا، ده ظهر في الدوله الحديثه. بص بقى معايا، قال لك ان مصر شهدت طفره حضاريه وتجاريه، يعني بقى عندها امبراطوريه كبيره قوي، فعندها التوسع الخارجي بقى ضخم جدا. خد بالك بقى، كلمه طفره كلمه مختلفه شويه. عارف يعني ايه طفره؟ الطفره غير التقدم. التقدم ده ان انا ممكن انتقل من حاجه لحاجه بس واحده واحده. اما الطفره انا بنتقل مره واحده من راكب عربيه 128 لفراري. انت متخيل؟ لفراري. بنتقل مره واحده من انا قاعد في بيت اوضتين لقصر على مساحه مثلا 2000 متر. دي اسمها الطفره، يعني تغير فظيع، حاجه ضخمه جدا بتحصل. عشان كده قال لك ان مصر شهدت طفره حضاريه وتجاريه كبيره جدا، يعني كان عندها امبراطوريه كبيره، فكان عندها توسع خارجي. فحصل ايه بالظبط؟ حصل زي ما احنا ما قلنا موضوع الفراري اهو، زي ما احنا ما قلنا ان البدايه كانت في الدوله مين؟ القديمه، اما الطفره كانت في الدوله ايه؟ الحديثه. الدوله مين؟ الحديثه. وبالتالي هيحصل ان النشاط التجاري بتاع مصر هيوصل لحد جزر البحر مين؟ المتوسط. ثم في عندي برضو ملحوظه لزلوزه كده ثانيه على عصر متاخر او عصر نهضه عند ملك اسمه نخاو الثاني، وده كان في الاسره ال 26. وخلي بالك ان الاسره دي كانت قويه. ايه اللي حصل؟ قال لك ان نخاو الثاني ده كان ملك في الاسره اللي هي 26، وده عصر النهضه او العصر المتاخر زي ما احنا ما قلنا. كان عاوز ينشط التجاره الخارجيه سواء برا او بحرا، فعايز يعمل ايه؟ بالبلدي كده عايز يكتشف حاجه اسمها اسواق جديده، او يكتشف طرق جديده او مناطق جديده. ففكر ان هو يعمل رحله بحريه كانت مهمه جدا. والرحله ديت كان عايز يدور فيها حوالين افريقيا. ده اسمه طريق دلوقتي اسمه طريق راس الرجاء مين؟
الصالح او الكشوف مين الجغرافيه البرتغاليين اللي اكتشفوه، ها لو انتوا فاكرين تمام. مين بقى اللي اكتشفوا قبل البرتغاليين؟ المعلم ده اللي هو مين؟ نخاو الثاني. قال لك ان تم اكتشاف الطريق دوت سنه 600 قبل الميلاد. يبقى اول من اكتشف طريق راس الرجاء الصالح او كان متعلق بالكشوف الجغرافيه هو مين؟ نخاو الثاني. قبل مين؟ قبل البرتغاليين. طيب الرحله دي عشان تحصل عايزه ناس عندها خبره ملاحيه، خبره تجاريه، خبره في البحر. يبقى عندها ملاحه بحريه، ها عندها خبره بحريه وخبره ملاحيه وخبره تجاريه. طب مين اللي ينفع معاك الكلام دوت؟ قال لك مفيش حد قدامي غير ناس مشهوره بالكلام ده اسمه الفينيقيين بس. تمام. يبقى احنا قلنا مفيش الا مين؟ البحاره الفينيقيين. ليه؟ لان عندهم مهاره بحريه عاليه جدا. عشان كده قال لك ان الملك نخاو الثاني اعتمد على بحاره مهاريين جدا اللي هم البحاره الفينيقيين، وده بسبب الخبره البحريه والخبره التجاريه والخبره الملاحيه. قال لك ان الرحله ديت خرجت من خليج السويس وعدت على مضيق جبل طارق وقعدت 3 سنين بره، ورجعت بعد 3 سنين ورجعت محمله بكل خيرات افريقيا اللي هي عدت عليها. وبالمناسبه الرحله دي نجحت جدا، ومعنى ان هي ترجع بخيرات فده معناها ان هو داعم او جانب ماله جانب اقتصادي. طيب في حاجه مربوطه طبعا بالتجاره على طول. اول ما اتكلم على تجاره هتكلم على مين؟ اول ما هتكلم على تجاره اتكلم على طول على وسائل النقل. قال لك ان وسائل النقل تعددت كانت كتيره. ليه؟ بسبب ازدهار التجاره الداخليه والخارجيه. انا عندي دلوقتي هتكلم على وسائل نقل نهري بحري ثم بري، الثلاثه مع بعض يبقى نهري وبحري ومين وبري. قال لك وتعددت بسبب ازدهار التجاره الداخليه والخارجيه. اول حاجه النهر او النقل النهري يعني داخلي، يعني جوه ما بين مصر السفلى ومصر العليا، يعني ما بين الشمال وبين الجنوب او العكس جنوب وشمال. يبقى انا هنا بعمل رواج للتجاره وبعمل رواج للزراعه الاثنين مع بعض. وخلي بالك من الحته دي جدا، وده يتم استخدامه عن طريق مراكب صغيره معموله من ورق البردي. البردي هيخش هنا في الحته دي. اثنين النقل البحري الاول يبقى فين؟ ده بره يبقى خارجي، يبقى ده تجاره خارجيه، يبقى تواصل حضاري، يبقى ده سفن ضخمه وكبيره على عكس اللي فوق سفن صغيره عادي. قال لك يبقى ده بلاد مجاوره، يبقى ده نقل بضايع، يبقى ده نظام اقتصادي تواصل حضاري بس خارجيه. ثم النقل البري ده برده جوه مصر. يبقى انا عندي في كده 2 جوه مصر، وممكن على فكره بري يبقى بره مصر كمان عادي مفيش مشكله خالص. قال لك النقل البري مقسوم الاثنين جوه وبره. قال لك دواب النقل. يعني ايه دواب النقل؟ يعني خيل، يعني حمير، يعني حاجه اسمها البغل، والبغل دوت كان مزيج من الحمار مع الحصان الاثنين مع بعض، وايضا الجمال والابقار. خلي بالك كان بيتم استخدامهم في الشيل. قال لك حاجه اسمها الزحافات، ودي كان حاجه على الارض بتتزق وطور هو اللي بيزقها. ثم هيبدا بقى في حاجه اسمها مركبات هتجرها الخيول، ودي مالها؟ دي العربيات الحديثه اللي هتظهر ايام مين؟ احبس في الدوله الحديثه. وده هنا هيخلي عندي ان النقل البري يزيد سرعته ولا يقل؟ قال لك طبعا يزيد. فانا هنا عندي هيحصل في العربيات الحديثه في الدوله الحديثه ان النقل البري اللي هيحصل له هيبقى اسرع. يبقى انا كده عندي كام نوع من النقل؟ 3. نهري بحري بري. نهري بحري بري زي ارنبنا في انور وانور فين؟ في ارنبنا. ماشي. المهم اول حاجه عندي النقل النهري ده داخلي ما بين مصر السفلى ومصر العليا. ده هيساهم في تنشيط التجاره الداخليه، هيساهم في تنشيط الزراعه يا مستر، وهيعمل حاجه اسمها تكافل طبعا اجتماعي برضو خلي بالك، وتكامل ما بين الشمال والجنوب. ثم عندي حاجه اسمها النقل البحري ده يبقى خارجي، يعني عايز سفن عملاقه، اما اللي فوق بيبقى سفن من البردي صغيره، اما ده سفن عملاقه يبقى فيها تواصل حضاري، فيها تواصل عالمي مع الاخرين، فيها سياسه مين؟ خارجيه، وفيها اقتصاد طبعا. اما النقل البري هيبقى برضو داخلي وخارجي. في حاجه فيها اسمها دواب النقل زي الابقار زي الخيول زي البغال زي الحمير. وفي عندي حاجه اسمها الزحافات، ودي بيجرها حاجه اسمها الطور. والموضوع هيتطور شويه لحاجه اسمها مركبات حديثه، وده هيظهر في عصر الدوله الحديثه يا مستر ايام احمس. وده هيترتب عليه ان النقل البري اللي هيحصل له هيبقى بسرعه جدا. ثم ما هو دور الدوله اتجاه التجاره؟ الزوله بقى هتعمل ايه؟ الزوله في الثلاثه عملت حاجات كتيره جدا حلوه. ماشي. طيب الدوله قال لك ان الدوله هتعمل ايه؟ قال لك وفرت المناخ المناسب للتجاره. يعني ايه؟ قال لك اقامت الحصون على الحدود بتاعتها عشان تامن التجاره اللي ما بينها وبين الدول. تخيل كده انك انت شغال مع حد او دوله معينه وبتجيب لك بضاعه وانت بتودي لها بضاعه، بس كل ما تجيب لك بضاعه بتتسرق، هي تفكر تتعامل معاك تاني؟ استحاله. تقول لك يا حبيبي امن نفسك الداخلي وحافظ على نفسك وامن الامن الداخلي بتاعك والخارجي وانا هبقى معاك. فالدوله هنا بدات ان هي توفر المناخ المناسب، هتبدا ان هي تقيم الحصون على حدود ايجيبت عشان نامن التجاره الخارجيه ونسهلها. 2 انشات ادارات خاصه. اهلا مستر، ادارات خاصه يعني كده شبه الزراعه كان فيها كام اداره؟ 5 لو انت فاكر، بتاع مساحه الاراضي وبتاعه الاقاليم وبتاعه الازمات. هنا قال لك انشاء ادارات خاصه من ضمنها اداره اسمها اداره المحاسبه واداره الجمارك والتجاره الخارجيه والقوافل. دي مكتوبه غلط معلش،
برضو التجاريه اللي هي البريه، يبقى انا في عندي هنا تجاره مالها زي ما احنا ما قلنا بريه داخليه وبريه خارجيه. يبقى كده التجاره والزراعه الاثنين شبه بعض في مين؟ في الادارات. وضعت القوانين اللي من ضمنها ضبط السوق، منع الغش، معاقبه اي حد يتعامل غلط. عشان كده قلت لك اهو وضع القوانين، ضبط الاسواق، حمايه المعاملات التجاريه. قال لك وده بيحصل ان الملك بينفذ قوانين صارمه وعقوبات على اي حد يفكر يخالف ده. يبقى انا في عندي سلطه تشريعيه او قانون او سلطه. وهقدر اقول ان الحته دي شبه الوصايا او المواعظ الاخلاقيه اللي احنا خدناها في التجاره. لا تكل بميزانين، ما تحطش الميزان ليك انت اعلى، ما تخمش في الفلوس. يبقى دي شبهها بالظبط. طيب ايه بقى اهم المشاريع التجاريه اللي حصلت؟ في واحد اسمه سنوسرت الثالث، وده في الدوله الوسطى. ماشي، احنا اتفقنا ان الدوله الوسطى كانت في الزراعه مالها فوق. قال لك سنوسرت الثالث عمل ايه بقى؟ قال لك ان الباشا دوت شق صخور الجندل الاول في اسوان. احنا كنا واخدين ان في حاجه اسمها الجنادل كانت من ضمن حدود مصر الطبيعيه، كانت بتحافظ على حدود مصر الطبيعيه الجنوبيه ان ما يقدرش اي عدو يخشها. هو ما شقش الجندل نفسه، هو جنب الجندل. خلي بالك بقى من الحته دي. ماشي، قال لك سنوسرت الثالث اللي هو اصلا في الدوله الوسطى عمل شق جنب صخور الجندل الاول في اسوان. طب ليه؟ عشان يسهل حركه السفن، عشان يبقى في حاجه اسمها تجاره خارجيه. تجاره مين؟ خارجيه. اللي حصل شق الجندل اللي عمله سنوسرت الثالث ليه جانب سلبي وجانب ايجابي. الجانب الايجابي بتاعه ان هيسهل حركه التجاره ما بين مصر من الجنوب وما بين شمال السودان مثلا. يبقى هنا في تسهيل تجاره خارجيه، يبقى تروح وتيجي اللي هي النوبه. الجانب بقى السلبي ان انت كده عملت ازاله لعقبه طبيعيه، انت كده فتحت الحدود، انت كده هتخلي الامن القومي بتاعك في الجنوب مهدد، ان اي حد ممكن يخش عليك بسرعه. فهنا اقدر اقول ان سنوسرت الثالث اللي هو في عصر الدوله الوسطى عمل حاجه اسمها شق الصخور اللي جنب الجندل الاول في اسوان عشان يسهل التجاره الخارجيه. ودي كان ليها جانب سلبي وجانب ايجابي. قلنا الجانب السلبي ماله؟ مفيش حدود كده طبيعيه امنه ويبقى فيه ازاله عقبه طبيعيه. اما الجانب الايجابي تسهيل التجاره الخارجيه يا مصر وتنشيطها مع شمال السودان بالنسبه لنا بري وبحري. 2. سنوسرت ده برضو معلم، عمل حاجه اسمها قناه سيزوستريس، ودي هتربط ما بين البحرين الاحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل، بس هتربط بشكل غير مباشر على عكس قناه السويس دلوقتي بتربط بشكل مباشر على طول منهم دايركت. فعمل قناه اسمها سيزوستريس ودي هيتم استخدامها بعد كده وهتسهل التجاره الخارجيه، وده هيخليها اكتر مع بلاد اسمها بلاد بونت اسف اللي هي الصومال، اللي هي عن طريق ملكه اسمها حتشبسوت اللي هتكلم عليها دلوقتي في الدوله الحديثه. عملت تجاره معاهم ضخمه جدا. يبقى هنا استفاد مين؟ يبقى انا اقدر اقول ان استفاد ملوك الدوله الحديثه من ملوك الدوله الوسطى في التجاره الخارجيه. اقول لك يا مستر، وايضا كمان التجاره هنا زادت جدا ووصلت لحد جزر البحر المتوسط اللي هي كريت وقبرص. طب كده في حاجه انا عايز اقول لك عليها. نخاوي التاني الاسره 26 عصر النهضه العصر المتاخر، وعندي كمان سنوسرت الثالث دوله وسطى، وعندي حتشبسوت دوله حديثه. الثلاثه اهتموا بالتجاره الخارجيه سواء برا او بحرا. تمام؟ يبقى انا عندي اهو في تشابه ما بين سنوسرت وما بين حتشبسوت وما بين نخاو، ان كلهم اهتموا بالتجاره مين؟ مع افريقيا اللي هي الخارجيه. ثم اخر حاجه عندي في الدرس ده التواصل الاقتصادي المصري مع افريقيا. التواصل الاقتصادي يعني ماني. هنتصل مع مين؟ مع السودان. هرجع تاني واقول لكم حاجه يا جماعه، النوبه اللي في السودان غير النوبه اللي في مصر. يبقى انا عندي النوبه اللي في مصر جنوب مصر، اما في شمال السودان اسمها نوبه السودان. تمام؟ بص بقى معايا، حتى انا كاتب لك اهو جزء جوه مصر وجزء فين؟ في السودان. بص بقى هنتقابل فين مع بعض عشان يبقى في ما بيننا تواصل. ما هو تواصل اقتصادي يعني تجاره، يعني فيها زراعه وفيها صناعه وفيها تجاره، فيها كله مع بعضه عن طريق المراكب. قال لك هنتواصل في مكان محدد بسبب طبيعته الجغرافيه الا وهو اسوان او النوبه. ده مكان التقابل ما بيننا وبين مين؟ ما بين السودان. يبقى اقدر اقول ان السودان مالها او اسف اسوان مالها مركز تبادل تجاري. اقدر اقول مصر وافريقيا هنا يبقى في سبب ايه؟ جغرافي اللي هو عن طريق مين؟ زي ما احنا قلنا مع بعض اللي هي اسوان. مصر هتصدر ايه ومصر هتستورد ايه؟ قال لك مصر هتصدر لهم مصنوعات نحاسيه، الصناعه اللي احنا برعنا فيها، اسلحه عشان امن قومي، منسوجات يبقى زراعه وصناعه، حبوب اللي بتخزن، كتان، اواني حجريه وفخاريه. هنستورد ايه منهم؟ قال لك عطور، وهنستورد بخور ومواد تحنيط. بخور ومواد تحنيط المصري القديم كان بيؤمن بالبعث والخلود، ان في حياه تانية بعد الحياه الاولى، فكان بيتم استخدام البخور ومواد التحنيط في تحنيط المومياوات خصوصا الملوك. يبقى هنا استخدمهم منهم. يبقى هنا ده مين؟ زي ما احنا قلنا اهو دين وبعث وخلود. قال لك كروم وزيوت. ايه ده؟ احنا كنا بنستورد زيوت من ليبيا.
اللي هي غرب الغرب بالنسبه لنا، يبقى انا هستورد كده زيوت زي زيت الزيتون من ليبيا او ممكن من الجنوب، يبقى انا عندي غرب وجنوب الاثنين مع بعض. خشب الابانوس زي ما احنا ما قلنا، والعاج، وايضا الذهب، يبقى احنا بنستورد كمان مين؟ الذهب، يبقى احنا كنا مبدعين في صناعه الذهب وبنستورد الذهب كمان. خلاص. طيب هل النوبه او شمال السودان اتاثر بينا؟ طبعا. قال لك اتاثرت المنتجات النوبيه اللي في السودان بالصناعات المصريه. في صناعه الاقمشه كانوا بيحطوا زينا خرز زي ما احنا بنعمل بالظبط في الزخرفه بتاعه الهدوم، كانوا بيعملوها زينا بالظبط. ثم قال لك كان ملوك الاسره السته اللي هم الدوله القديمه زي ما احنا قلنا ارسلوا بعثات تجاريه الى شمال السودان، وعلى راسها واحد بقى مهم جدا تعرف اسمه قوي، اسمه حارخوف. ماشي، ايا كان انت عايز تنطقه ازاي. حارخوف ده كان من كبار الموظفين، كبار الموظفين يعني هنا ليه دور سياسي، وقال لك من اعظم الرحاله في مصر القديمه. من اعظم مين؟ الرحاله في مصر القديمه. واعظم الرحاله يعني بيكتشف حاجات، يبقى ده نظام اجتماعي، نظام اقتصادي. يبقى المعلم ده اللي هو حارخوف ليه دورين، ان هو رئيس البعثه يبقى ده اقتصادي. خلاص تمام. وكبار الموظفين يبقى دوت دور سياسي. قال لك ان هم ارسلوا رحلات تجاريه لشمال السودان على راسها الباشا دوت عشان يبقى في تواصل ما بينهم، وده بيثبت لك ان من اول الاسره القديمه ان كان في تواصل مع شمال مين؟ السودان. بص بقى هنا في الملحوظه اللظبوظه دي، قال لك ان الدوله الوسطى، الدوله مين الوسطى؟ سينوسيرت كده مثلا، هي الاكثر في الاهتمام بالتجاره مع شمال السودان، اكثر من القديمه واكثر من الحديثه. اعرف ده ليك. ثم بلاد فونت الصومال يعني حتشبسوت. قمة العلاقات المصرية، خد بالك من الكلمة دي، قمة العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية بلغت قصوتها أو ذروتها في الدولة الحديثة، وأنا قلت لك الكلام دوت. قلت لك إن التجارة الخارجية بدأت في الدولة القديمة، صح؟ لكن ازدهرت والطفرة والتقدم فين؟ هتقول لي دولة وسطى. أقول لك السلام عليكم. طبعا دولة مين؟ حديثة. خلاص؟ تمام؟ يبقى بلغت الذروه او الطفره في الدوله مين؟ الحديثه. بص بقى، عن طريق مين؟ واحده اسمها حتشبسوت سنه 1495 قبل الميلاد، عملت رحله بحريه كبرى لبلاد بونت اللي هي الصومال دلوقتي، كانت مكونه من 5 سفن كبيره. تمام؟ عن طريق مين؟ قناه سيزوستريس، فاكرها؟ بتاعت سينوسيرت يا مستر، اللي هي الدوله الوسطى. يبقى انا عندي الدوله الحديثه استفادت من الدوله مين؟ الوسطى قدامك اهو. احنا عرفنا الكلام ده كله منين؟ قال لك من الجدران بتاعه المعبد بتاع اللي هو الدير البحري، شفنا فيه شكل السفن وهي محمله بكل شيء. راحت جابت ايه بقى؟ قالت لك جابت محاصيل زراعيه نادره، جابت اخشاب ابانوس، اخشاب ابانوس، يبقى هي والسودان مشاركين مع بعض فيها، شمال السودان، وبخور اهو الاثنين مع بعض اهو، وعاج وعطور، وحيوانات نادره زي الفهد وزي الزرافه وزي القرد. تمام؟ صعب الكلام ده، فيه مشكله؟ طيب خلي بالك بقى ان انا هخلص شرح في الفيديو ده كامل، وهيبقى في فيديو تاني حل على امتحانات شهر نوفمبر كلها. خلاص خليك بقى معايا. طيب كده احنا عندنا الدرس الثاني في الامتحانات او الدرس الثالث في الوحده الثانيه، الا وهو الحياه السياسيه والاداريه. وهتكلم على الحياه السياسيه يبقى انا هتكلم على نظام الحكم. ماشي، خد بالك ان انا اتكلمت في النظام الاقتصادي اللي هو الدرس اللي قبله على طول، او الحياه الاقتصاديه. اتكلمنا على ان مصر كان عندها ازدهار وتنوع بسبب الموارد. وتخيل كده عندك ان انت تعمل شقه تحفه، شقه جميله جدا كلها، والشقه ديت فيها كل حاجه عندك جواها، وعندك ذهب وعندك فلوس، بس ما عندكش باب قدام الشقه. ينفع؟ لا. هتلاقي اي حد ممكن يخش عليك، هتلاقي اي حشره تخش، اي حرامي ممكن يخش. فلا بد من النظام الاقتصادي ان يحميه نظام سياسي. عشان كده قال لك ان طبيعه الحياه في مصر المعتمده على النيل والزراعه اللي كان فيها ثراء وتنوع اقتضت وجود سلطه مركزيه. لازم يبقى في عندي سلطه مركزيه قويه جدا تقدر من خلالها ان هي تنظم البلد، وتقدر تحقق الوحده السياسيه والاستقرار الداخلي والاستقرار الخارجي، وتبين ان هي قويه. يبقى انا في عندي جيش منظم، ده شغلته ان هو يامن الحدود الخارجيه، وعندي حاجه اسمها شرطه تامن الحدود الداخليه او الامن مين؟ الداخلي. طيب هو هيحكي كده قصه صغيره معانا، بيقول لك ان بعد ما استقر الانسان على ضفاف النيل، طبعا لما نزل الانسان من على الهضاب ولقى ميه، فالميه استقر جنبها، فعمل حاجه اسمها زراعه، فالزراعه عامل اساسي لاستقرار اي حضاره زراعيه، فبدا ان هو يبقى في مجتمع، فالاستقرار عرف يعني ايه قريه، ثم مدينه، ثم استقر، ثم انس حيوانات، وهكذا. فهو بيقول لك هنا بالراحه، بعد استقرار المصريين على ضفاف النيل ادركوا ان الطريق الوحيد لامنهم هو الاتحاد. خلي بالك بقى، الاتحاد، الوحده هي اهم شيء عند اي حد. فالمصري القديم ادرك ان لما نتوحد مع بعض هنبقى اقوياء جدا. عشان كده قال لك ان البلد مرت بعده مراحل، وعايزك تركز لي في الحته دي قوي. قال لك تم انشاء القرى، ثم المدن، ثم الاقاليم. الاقاليم يعني المحافظات، وانا عندي 42 اقليم. خلاص. قال لك تم انشاء القرى ثم المدن ثم تكونت الاقاليم، اللي هم حكام الاقاليم اللي هم ال 42. وخلي بالك ده من اقدم المناصب في مصر. ماشي. تم توحيد مصر عام 42 اللي هو ايه يعني 4242 قبل الميلاد.
ودي كانت المره الاولى اللي هيتم توحيد فيها مصر على يد حكام الدلتا. خد بالك بقى من حاجه انا هقول لك دلوقتي بس هكملها. قال لك وكانت اولى عاصمتها مدينه اسمها اون او هليوبلس دلوقتي اللي هي عين شمس. لكن الوحده فشلت. خد بالك ان كانت كده في مملكه في الدلتا بس، وكان في اقليم في الجنوب، ما رضيوش يتحدوا مع بعض. الدلتا بدات انها توسع لحد ما خدت اللي تحت، فحصلت حرب ما بينهم فانفصل. خلي بالك من الحته دي. عشان كده قال لك اهو تم توحيد مصر عام 4242. ها امتى؟ المره الاولى على يد حكام الدلتا بس. يبقى اللي تحت ما كانتش مملكه، كانت عاديه خالص. وكانت اولى عاصمتها زي ما احنا قلنا هليوبلس او عين الشمس، لكن الوحده دي فشلت. فانقسمت بعدها البلاد لمملكتين، اصبح بقى كده في مملكه فوق وفي مملكه مين؟ تحت. ثم هيحصل بعد الفشل ده هيحصل توحد بقى تاريخي سنه 3200 عن طريق الملك نعرمر او الملك مينا اللي هو موحد القطرين. والتوحد ده هيكمل بقى من حكم الاسرات هيكمل بقى على طول لحد ما نوصل لحد الدوله كلها ما تخلص خالص. طيب المملكتين يا مستر اللي كانوا موجودين في الشمال والجنوب ايه هما؟ الموقع، واحده بحري واحده قبلي. اول حاجه. اتنين، العاصمه، واحده اسمها بوتو واحده اسمها نغب. بوتو تبع مين؟ المملكه اللي هي في الدلتا، يبقى فوق وجه بحري عشان بس ما تلخبطش. ماشي. وعندي نغب تبقى تبع مين؟ الجنوب. طب بالنسبه للتاج اللي فوق هيبقى تاج احمر واللي تحت تاج ابيض. الشعار واحد نبات البردي اللي فوق. هو نبات البردي ليه؟ عشان نهر النيل، ونهر النيل فوق فزراعه. تحت هيبقى حاجه اسمها زهره اللوتس. المعبود فوق هيبقى الكبرى، تحت هيبقى انثى النسر. طب ايه تحت وايه فوق؟ انا قصدي بتحت وفوق يعني مملكه الشمال ومملكه الجنوب، مش قصدي مصر السفلى ومصر العليا، لان مصر العليا هي مين؟ الصعيد، اما مصر السفلى هي مين؟ الدلتا. طب تاني معلش يا مستر، انا كده هقارن ما بين موقع، ما بين عاصمه، ما بين تاج، ما بين شعار، ما بين معبود. يبقى كده كام حاجه؟ عد معايا: 1 2 3 4 5. فوق قلنا وجه بحري في الدلتا، تحت يبقى وجه قبلي. 2 عاصمه فوق هيبقى بوتو في الدلتا، تحت هتبقى نغب. 3 قلنا التاج فوق هيبقى تاج احمر، تحت هيبقى تاج ابيض. الشعار فوق قلنا البردي عشان الصناعه ركزت فوق مع الزراعه. تحت هيبقى زهره اللوتس، فوق هيبقى ثعبان الكبرى، تحت هيبقى النسر. ايه هي العوامل اللي كانت تساعد على تحقيق الوحده ما بين الشمال والجنوب جوه مصر؟ الاتحاد قوه والتفرقه ضعف. لو ما حصلش عندي اتحاد عمري ما هبقى قوي. في عوامل ساهمت او ساعدت في الاتحاد يا مستر. اول حاجه نهر النيل، وده حقيقي. نهر النيل عمل تواصل داخلي، قال لك ربط ما بين القرى والمدن والاقاليم المختلفه، يبقى عمل ربط ما بين كل مع بعض. تاني حاجه انبساط ارض الوادي وامتدادها. سبحان الله من الشمال لحد الصعيد قال لك ان الارض كلها منبسطه يعني مستويه، يعني لا في عائق زي غابه، احنا طبعا ما عندناش غابات، ما فيش عندنا حاجه اسمها جبال، ما فيش عندنا حاجه اسمها تلال، فالموضوع ما كانش صعب خالص، فكانت منبسطه، فده سهل ان يبقى الوحده واحده. ما فيش عائق طبيعي يمنعنا زي مثلا كده ايه حاجه اسمها جبال زجروس ثانيه ثانوي مثلا يعني. خلاص. قال لك ثالث حاجه خيرات مصر وخصوبه ارضها. مصر كان عندها تنوع وخير كتير جدا، وده خلى في حاجه اسمها تكافل وتكامل ما بينهم. عشان كده قال لك اللي كانوا كلهم بيتحدوا من اجل مواجهه مين؟ الطامعين. يبقى انا كده في عندي عوامل ساهمت في الوحده ما بين الشمال والجنوب اي داخلي. يبقى انا عندي نهر النيل، عندي انبساط الارض الوادي وامتدادها، ثم خيرات مصر وخصوبه مين؟ ارضها. تعال بقى نتكلم مع بعض عن حاجه مهمه جدا الا وهي عناصر الحكم، وانا عندي 8 عناصر الحكم. ناخدهم بالترتيب من الاعلى للاسفل. اول واحد عندي الكينج. مين الكينج؟ قال لك الملك اللي هو الفرعون، ده فوق. هيليه على طول الوزير، ثم هيليه حاجه اسمها الاداره المركزيه اللي هي الحكومه، ماشي، وانا كاتب لك جنبها يرأسها الوزير. ثم الاداره المحليه برضه يرأسها الوزير اللي هم حكام الاقاليم، او مش بيرأسها، بيشرف عليها فعلا يعني يرأسها، ماشي، وهقول لك كمان شويه. ثم عندي بعد كده 4 حاجات تانيين، بس خلي بالك بقى انا عندي الملك والوزير والاداره المحليه والاداره المركزيه، ال4 سلطه تنفيذيه. سلطه مين؟ تنفيذيه، ما تنساش دي خالص. ثم هيبقى عندي الجيش، حاجه نتكلم عليها لوحده سهل، والاسطول والشرطه والقضاء. تعال بقى نتكلم الاول على الكينج اللي دوره هيتغير كمان شويه. الملك الفرعون. قال لك ان الملك الفرعون هو اقوى حاجه في مصر. اللي حصل؟ قال لك اعتنق المصريين فكره ان الملك هو المقدس. يعني ايه مقدس يا مستر؟ يعني اله، يعني هو اله على الارض، شغلته ان هو يدير شؤون المملكه، كل كلمه يقولها الملك ما يقدرش حد يراجعه. خلاص. خد بالك بقى من حاجه، ان الملك هنا هتتركز في ايديه كل السلطات بما فيهم السلطه الدينيه. انت متخيل؟ يبقى عنده حكم مطلق، والحكم المطلق في الغالب بيبقى حكم ظالم. يبقى هنا عنده ايه؟ خلط في السلطات. يبقى هو هنا عنده عدم فصل في السلطات. اعرف ده كله ليا بالراحه اهو. تاني، قال لك ان الملك الفرعون
اعتنق المصريين فكره ان الملك المقدس او ان هو اله على الارض، شغلته ان هو يدير شؤون المملكه، وده كده طابع اسمه طابع مين؟ ديني، ما تنساش دي خالص. ثم تركزت في ايديه كل السلطات يا مستر، يعني الحكم المطلق، يعني عدم فصل في السلطات، يعني كل السلطات خاضعه عليه. طب ما تثبت لي الكلام ده كده يا عم الحاج. بص، مهام الملوكه. الملوكه اول حاجه هيعملها اداره السياسه الداخليه للدوله، يعني يدير كل شؤون الدوله، يعني في ايديه يعين كبار الموظفين، حكام الاقاليم، ويدير كل حاجه موجوده في الدوله. بمعنى، قال لك اول حاجه اداره السياسه الداخليه عن طريق تعيين وزراء كبار الموظفين، ماشي، او تفقد المشروعات، يبقى دي اسمها سلطه مين؟ تنفيذيه. اول سلطه مع الباشا اهي. اتنين مع اسف، دي ثاني سلطه عشان فوق في سلطه دينيه ان هو اله. قال لك اداره السياسه الخارجيه، محدش يقدر يعمل معاهده ولا يقود جيش ولا يعمل اي حاجه ولا تحالفات الا الملك او الفرعون، عشان كده قال لك اداره السياسه الخارجيه. يبقى انا عندي الحرب والقياده الجيش والمفاوضات او المعاهدات زي الرئيس الثاني كده بالظبط، قال لك ما حدش يقدر يعملها الا هو، يبقى دي سلطه مالها سياسيه وعسكريه. يحق لها اصدار المراسيم، قوانين بتصدر في وقت معين وتطلع فعلا، يبقى دي سلطه تشريعيه. يبقى كده عنده كام؟ عنده خلط في كل السلطات، سلطه تشريعيه، سلطه دينيه، سلطه قضائيه، هتبقى عنده برده كمان، وعنده سلطه سياسيه وعسكريه. تعال بقى النائب بتاعه او الرجل التاني في الدوله، الوزير، ده وراه على طول. يبقى ده ورا مين؟ الفرعون، بالبلدي هو بيساعد الفرعون. تعال بقى في حاجه صغيره عايز اقول لك عليها، عشان احنا هنتكلم على عصور قديمه وهنتكلم على عصور دوله حديثه. لم يظهر منصب الوزير في العصر العتيق، لا في الاسره الاولى ولا في الاسره الثانيه، اعرف ده ليك. لم يظهر منصب الوزير في العصر العتيق في الاسره الاولى والاسره الثانيه، امال ظهر امتى؟ في الاسره الثالثه. الاسره مين؟ الثالثه، وهيكمل بقى مع كده. قال لك اهو ان العصر العتيق دوت لم يعرف منصب الوزير سواء في الاسره الاولى والاسره مين؟ الثانيه. تعالى بقى نتكلم على عصر الدوله القديمه. قال لك من بدايه الاسره الثالثه لحد اواخر كده الاسره او الدوله الوسطى هيبقى عندي وزير واحد، عشان الدوله الحديثه بقى فيها كام وزير؟ اثنين. طيب بص معايا، قال لك ان منصب الوزير في الدوله القديمه كان منصب على اسره الملك فقط، يعني هنا في روابط اجتماعيه، يعني هنا الملك برضو خايف ان يبقى في حد يخونه او يعمل له اي حاجه معينه، كان في الغالب اخوه، ابنه، ابن اخوه، يعني حد منه قوي، يعني في هنا روابط دم. عشان كده قال لك ان منصب الوزير لم يتولاه اي حد الا اسره الملك فقط، يعني اهل مين؟ الثقه. ثم هيحصل بعد كده تغيير فيه، ودي معناها روابط ايه؟ اجتماعيه. قال لك ثم هيتولى بعد كده حاجه اسمها اصحاب الكفاءات والعلم. يبقى هنا هقدر ان انا احقق حاجه اسمها مبدا تكافؤ الفرص. يعني ايه؟ مش عشان خاطر انا عمي هو الملك فانا اتعين، انا كده ما بفهمش، مثلا وانا حمار ما بفهمش حاجه، اتعين ازاي؟ لكن هنا يبقى في مبدا اسمه تكافؤ الفرص، ان الكفء هو اللي اتحط في المكان مين؟ الصح. ثم قال لك ان الموضوع دوت فضل لحد مين؟ عصر الانتقال الثاني. تعالى بقى عصر الدوله الحديثه هيبقى غير عصر الدوله القديمه. احنا قلنا الدوله القديمه لحد اهو، بص كده معايا عشان انا بنسى، اسره كام؟ الثالثه لحد اخر الدوله الوسطى، يبقى وزير ايه؟ واحد. طب العصر العتيق اولى وثانيه ما فيهاش اصلا اي منصب للوزير، ما عرفوش، يبقى كل السلطات في ايد مين؟ في ايد فرعون. حط دي قاعده بقى في دماغك، ماشي؟ يبقى السلطه القضائيه كانت في ايد فرعون في الاسره الاولى والثانيه، بعد الثالثه مش تبقى في ايديه، تبقى في ايد الوزير، وهتعرف دلوقتي. قال لك عصر الدوله الحديثه يبقى فيه وزيرين، واحد في طيبه اللي هي الاقصر تحت في مصر العليا، وواحد في منفى في الجيزه. يبقى واحد فيهم شغلته يشرف على الوجه القبلي بالنوبه اللي هو موجود فين؟ في الاقصر او طيبه، والثاني شغلته يشرف على الوجه البحري ومصر الوسطى. من اشهر الوزراء وزير اسمه امحتب، وده كان تم توليته عن طريق مبدا تكافؤ الفرص اللي هي الكفاءه في الدوله مين؟ القديمه، ماشي؟ واحد اسمه رخم رع ده كان في الدوله مين؟ الحديثه، وده كان عملاق برضو جدا. يبقى انا عندي في وزيرين من اشهر الوزراء اللي تم توليتهم، جاب لك واحد على مثال قديم، يبقى كان كام وزير؟ واحد. اما في الدوله الحديثه كام وزير؟ اثنين، واحد اسمه امحتب والتاني اسمه رخم رع. مهام الوزير، الوزير شبه فرعون بالظبط، عنده عدم فصل في السلطات، ما عدا سلطتين مش معاه، السلطه الدينيه وسلطه كمان الا وهي السلطه العسكريه، اعرف دي ليك. تاني، الوزير قبل ما اتكلم عليه اللي هو الرجل التاني في الدوله، معاه كل السلطات، يعني معاه تنفيذيه ومعاه تشريعيه ومعاه قضائيه. مستر قضائيه؟ انا قلت لك من شويه ما تنساش ان العصر العتيق اسره اولى وثانيه كان في ايد الفرعون فقط هو القضاء، اما بعد كده لا. هنا قال لك ان الوزير معاه كل السلطات زي الفرعون بالظبط، ما عدا سلطتين دينيه وعسكريه. خد بالك انا اصلا ممكن اخلص واقول لك الكلام ده، بس انا بسهله عليك من الاول عشان يبقى الموضوع سهل جدا عليك. اثبت لي بقى مثلا ان هو معاه كده كل السلطات ما عدا الدينيه والعسكريه. بص معايا، قال لك يساعد الفرعون في الاداره في الشؤون الداخليه، يبقى هنا سلطه تنفيذيه شبه المعلم الثاني. يرأس الاداره المركزيه، ليه مين الاداره المركزيه؟ الحكومه، وهنتكلم عنها دلوقتي، هنتكلم مكونه منين.
قال لك رئيس المحكمه العليا وكبير القضاه، ها دخل هنا في سلطه قضائيه ما كانش موجود. خد بالك انا قلت لك من شويه كان في قاضي واحد في الدوله مين؟ القديمه والوسطى، اما الحديثه كان في كام وزير؟ هيبقى 2. قال لك استنى بعض القوانين بتفويض من الملك، ودي سلطه تشريعيه. دي سلطه مين؟ تشريعيه. عشان كده قال لك ان محدش خد السلطه التشريعيه كمان، محدش خد السلطه التشريعيه كمان الا فرعون، وده كان في الاسره او في العصر مين؟ العتيق. يبقى اللي كان هو بيسن التشريعات مين؟ كان فرعون بس. اما بعد العصر العتيق او بعد الاسره الثانيه الموضوع اختلف شويتين 3 4. عشان كده قال لك اهو. تعالى بقى بص معايا نشوف خطاب الملك للوزير كان بيقول له ايه. طبعا هو اللي كان بيتولى المهمه دي يا جدعان كان بيبقى الموضوع صعب جدا، عشان تبقى انتوا عارفين ما كانش سهل. يعني انت مش رايح تتشرف في حاجه، انت رايح تتكلف بوظيفه. يعني انت تتكلف بوظيفه يعني انت عليك عاتق مسؤوليه كبيره جدا، انك انت كل حاجه في رقبتك. بمعنى اصح لو انت خنت الامانه هتتعاقب وهتتحاسب مننا ومن الالهه. بصوا بيقول له ايه؟ الوزاره ليست حلوه المذاق، يعني ما تفتكرش انك هترتاح، بل انها مره، وليس الغرض منها ان يتخذ منها الوزير نفسه عبيدا من الشعب. ما تفتكرش انك انت هتشغل الناس تحت امرك انت، لا ده انت شغال عندهم. فنجاح الرجل هو ان يعمل حسابا او حسب ما يقال له، يعني اللي هيتقال ليك تبقى انت عارفه وتعمل حساب ليه، والا يتوانى في اقامه العدل، ما يهملش العدل، والناس تنظر العدل في كل مكان. لا تنسى تحكم بالعدل، لان التحيز يدع طغيانا على الالهه. يبقى ده كده جانب ديني، ها تحيز لو انتوا فاكرين في التجاره. عامل من تعرفه معامله من لا تعرفه، والمقرب من الملك كالعبيد منه. يبقى هنا في العدل والمساواه. تمام؟ يبقى كانت دي اصلا سلطه مالها؟ كانت سلطه مش سهله على اي حد. ما تفكرش انك انت كنت داخل تتشرف، ده انت داخل في تكليف. تكليف يعني ايه؟ في ناس في رقبتك وفي امانه وفي حاجه تتحاسب عليها قدامنا. يبقى هنا في منع للفساد والخلط ما بين المصلحه العامه والخاصه. الاداره المركزيه دي بقى الحكومه اللي بتحكم مصر، واللي رئيسها مين؟ الوزير، واللي بيعينها مين؟ فرعون معاه. بص بقى معايا، قال لك ان الاداره المركزيه دي اللي بتحكم مصر كلها. وخد بالك ان الاداره المركزيه حلقه الوصل ما بينها، يعني الرابط ما بينها وبين فرعون هو مين؟ الوزير. عشان كده قال لك يرأسها الوزير، وهي الحلقه ما بينه وبين فرعون. تتكون من كام مجلس؟ 3 مجالس. اول مجلس اسمه مجلس العشره الكبار، وده بيتم اختياره عن طريق الملك ورئيسه الوزير. يبقى مين اللي بيختار؟ الملك، رئيسه الوزير. طب بتجيب منين؟ قال لك كبار الموظفين، بعض رؤساء الدواوين. ها بعد مين؟ رؤساء الدواوين، وبعض حكام الاقاليم. دول الصفه في المجتمع. مهمته ايه المجلس ده؟ قال لك مجلس العشره الكبار شغلته ان هو يشرف على شؤون مصر كلها. يبقى دي سلطه مالها؟ سلطه تنفيذيه. بالراحه اهو. تمام؟ اول حاجه عندي مجلس العشره الكبار، مين اللي بيعينه؟ الملك. مين رئيسه؟ الوزير. مين حلقه الوصل ما بين فرعون او الملك وما بين المجلس دوت؟ هتقول لي الوزير يا مستر. تمام؟ شغلته الاشراف الكامل على مرافق مين؟ الدوله. 2 كاتموا اسرار الملك، وده قال لك برضه بيختارهم الملك. يبقى مين اللي بيعين هنا؟ الملك. والاول مين؟ ملك. يبقى انا كده عندي مجلس العشره الكبار وكاتموا الاسرار، الاثنين بيعينهم مين؟ الملك. قال لك ومعاونين، ودول بيبقوا معاونين شخصيين للملك. يعني ليه هو يعني يبقى معاه في حاجات معينه. ثم ديوان اسمه ديوان الحكومه، او حاجه اسمها الوزارات، الادارات العامه، ولكل اداره هيبقى رئيس. طب زي ايه كده؟ في عندي حاجه قال لك اسمها الخزنه اللي هي الماليه، وحاجه اسمها المخازن الغلال اللي هي التموين طبعا، وعندي الزراعه والصناعه، وعندي الاشغال، وعندي السجلات والمحفوظات. يبقى ده جانب ثقافي. لكن لو لاحظت من كل الكلام اللي احنا بنقوله انت وهي هتلاقي ان كل دوت مصب عليهم جانب اسمه جانب او طابع اقتصادي، عشان بتكلم على زراعه، على صناعه، على غلال، فكلهم كانوا واخدين طابع ماله؟ اقتصادي. بدأ دواوين مين؟ الحكومه، زي ما احنا اتفقنا مع بعض. طيب في بقى ملحوظه صغيره عايز اقول لك عليها، كان في عدد كبير جدا من الكتبه كانوا شغالين في الادارات ديت. وخلي بالك ان دي كانت ميزه كبيره جدا، لان الكاتب ده كان بيقول لك من اعلى واضمن الوظائف في مصر القديمه. اللي كان عنده القدره يوصل لدوت كان ممكن في يوم من الايام يوصل ان هو يبقى وزير او حاكم اقليم. بس ده مش هيبقى في مين؟ مش هيبقى في العصور القديمه. ها فاكر ليه؟ عشان خاطر في العصور القديمه زي ما احنا ما قلنا كان الوزير من قرابه الملك بس، من اسرته، عشان اهل مين؟ الثقه. عندي بعد كده بقى حاجه اسمها الاداره المحليه او حكام الاقاليم، او دي اسمها السلطه اللامركزيه. انا في عندي سلطه مركزيه اللي هي مين؟ الاداره المركزيه اللي هي الحكومه كلها. في عندي بقى سلطه اسمها سلطه لامركزيه او حكام الاقاليم او سلطه محليه، واقدر اقول عليهم كمان اقدم المناصب. خلي بالك من الكلمه دي بقى قوي، اقدم مين؟ المناصب. بص معايا، قال لك انا عندي 42 اقليم زي ما احنا اتفقنا مع بعض، والاقاليم دي هتتقسم لحاجه اسمها قرى، ثم القرى هتتقسم لحاجه اسمها مراكز، ثم قرى، ثم مدن. انا بجيب من الاعلى للاقل، لان لو عكستها يبقى انا عندي قريه، مدينه، مركز، اقليم. العكس اهو، يبقى انا عندي
قريه، مدينه، ثم مركز، ثم اقليم. قال لك عندي 42 اقليم اتقسم الى عده مراكز وقرى ومدن، لكل اقليم حاكم معين بيعينه برضو الملك. يبقى انا كده عندي مجلس العشرة الكبار، وعندي كاتم الاسرار، وعندي الدواوين. مين اللي بيعينهم؟ الملك. وهو كان بيخلي الوزير رئيس عليهم، ده برضو من ضمنهم. قال لك ويشرف الوزير على هذه الاداره المحليه. يبقى هو مين؟ رئيس حكام الاقاليم. قال لك ان حكم الاقليم ده كان منصب وراثي. كان منصب مين؟ وراثي، شبه الملكيه الخاصه اللي احنا خدناها في الارض اللي كان فرعون بيديها للقاده ولكبار الموظفين والوزير لما كان بيملكوها لاولادهم. يبقى هنا عندي حاكم اقليم من غير ما حكومه تخش على طول، ده ابوه مات ده يمسك مكانه ده، ويبقى خلاص يبقى دي سلطه حكر عليهم هم بس. وخلي بالك عشان ده هيتغير دلوقتي. قال لك حكام الاقاليم كان منصب ماله؟ وراثي. وتمتع حكام الاقاليم ايضا بنفوذ واسعه وعاليه جدا في فترات ضعف الدوله، واستقل بعضهم عن بعض الدوله. بمعنى ان العلاقه كانت علاقه عكسيه. لو الفرعون والاداره المركزيه والوزير اقوياء، في الغالب هيبقى دول الاداره المحليه ضعاف، والعكس. لو فرعون والاداره المركزيه والوزير ضعاف، في الغالب هيبقى حكام الاقاليم هم اقوى. عشان كده قال لك هم تمتعوا بنفوذ قوي وواسع اثناء فتره ضعف الدوله، وقدروا يستقلوا عن الدوله نفسها، وده كان بيمثل تهديد للدوله المتمثله في الفرعون والاداره المركزيه للحكومه. عشان كده قال لك ان العلاقه بينهم علاقه مالها عكسيه. بص بقى اللي حصل. قال لك عشان كده ان الدوله في فترات القوه، وهنتكلم عن واحد دلوقتي اسمه سنوسرت الثالث، سعت للسيطره على حكام الاقاليم. خلاص بقى مش هينفع، لازم نسيطر. ليه؟ عشان نامن شعورهم ونامن مكرهم، وفي نفس الوقت يبقى انا عندي في بسط الامن الداخلي. اللي حصل قال لك قام سنوسرت الثالث اللي هو من الدوله الوسطى زي ما احنا اتفقنا من الاسره ال 12 بتنظيم اداره الاقاليم. يعني هنا هيبدا يخش في دور قضائي. خلي بالك هيعمل ايه؟ هيقضي على النفوذ بتاع سلطه الاقاليم. ازاي؟ قال لك مفيش توريث تاني. ايه مفيش توريث تاني؟ يعني مفيش حاجه اسمها ان انت كحاكم اقليم تموت ابنك يمسك مكانك، لا هنا بقى الدوله تتدخل. عشان كده قال لك الغى نظام التوريث كمنصب، والدوله هنا تبدا ان هي تتدخل. يعني مش زي الاول ان انت تموت ابنك يجي مكانك، وده بالنسبه له هنا هيمثل قضاء على الفساد. يبقى دي اول سلطه عملها. 2، عمل نظام خلى حكام الاقاليم كلهم خاضعين لسلطته، وده شبه واحد اسمه منحوتب الثاني في السيطره على مين؟ على حكام الاقاليم. يبقى انا كده عندي حكام الاقاليم او الاداره المحليه، دي اقدر اقول عليها يا مستر اقدم مناصب في الدوله. ماشي؟ عندي كام اقليم؟ 42 اقليم اتقسموا لحاجه اسمها مراكز، ثم حاجه اسمها قرى ومدن. عندي بعد كده قلنا ان هم تمتعوا بنفوذ واسع جدا جدا جدا، بمعنى ان هم مصر كان عندهم سيطره في عصر الضعف للدوله، فقدروا ان هم يستقلوا باجزاء معينه عن الدوله. في عصر القوه هيحصل العكس. ليه؟ لان كان حكمهم حكم وراثي، لو حد مات او اب مات ابنه بيمسك مكانه. هيجي ملك من الدوله الوسطى اسمه سنوسرت الثالث من الاسره ال 12، هيبدا يعمل ايه يا مستر؟ هيبدا يستخدم قوته، بمعنى بسط نفوذ الدوله على الموضوع دوت، فيتخذ قرار او دور قضائي ان هو هيلغي نظام التوريث، مش في توريث تاني، فهنا الدوله هتتدخل. فهنا الموضوع ده هيبدا يبقى الدوله هي اللي ليها ايد القوه في الموضوع ده. وده شبه مين بالظبط؟ زي ما احنا قلنا مع بعض، ده شبه منحوتب الثاني. ايه بقى العلاقه ما بين الشعب والحاكم اللي هو فرعون او الملك؟ قال لك ان الملك كان ليه هيبه وسلطه مطلقه. احنا قلنا في الاول كانت سلطته مالها دينيه، ومعاه كل السلطات، وما يقدرش حد يقول له حتى سلام عليكم، ما ينفعش، كل حاجه في ايديه. بصوا بقى اللي هيحصل. كانت سلطته مطلقه يعني عنده ايه؟ يعني عنده حكم مطلق ظالم. هتبدا بقى النظره تتغير. يعني ايه؟ قال لك في اواخر الدوله القديمه عند الاسره السادسه تحديدا، في اواخرها هيحصل عمليه اسمها ظلم واضطهاد، وهنا هيبدا يتغير دور الملك من سلطه مطلقه لسلطه مقيده. يعني ايه مقيده؟ يعني القوانين اللي هيحطها هو اول واحد هيمشي عليها. طب ما تقول لي كده، ده حصل عن طريق اول ثوره اجتماعيه في مصر القديمه. ازاي؟ قال لك ان الثوره دي كانت ثوره شعب. كانت ثوره مين؟ الشعب. بمعنى كانت دي في اواخر الاسره السادسه عند ملك اسمه بيبي. ماشي يا بيبي، خليك معايا بقى انت وهي. بص يا حبيب قلبي انت وهي، بيبي التاني، عشان في بيبي الاول. بيبي الاول ده كان قوي جدا على عكس بيبي التاني. احنا اتفقنا مع بعض كده وقلنا ان الملك ليه هبه وليه سلطه مطلقه، يعني ليه يد الطوله في كل شيء، وعنده عدم فصل في السلطات يا مستر، وعنده حكم مطلق ظالم. لكن النظره دي هتبدا تتغير في اواخر الاسره السادسه في الدوله القديمه بسبب قيام اول ثوره اجتماعيه. ايه اللي حصل؟ ثوره الشعب. ثوره الشعب دي هتقوم على ملك اسمه بيبي الثاني بسبب سياسي واقتصادي واجتماعي. بمعنى بيقول لك بقى انها تتنوع من اسباب سياسيه واقتصاديه واجتماعيه زي ما احنا ما قلنا، بسبب ضعف سلطه الملك ده وازدياد نفوذ حكام الاقاليم والكهنه. بص العكس اهو، حاكم اقليم هنا قوي، يبقى ده ماله؟ يبقى ده ضعيف على طول اوتوماتيك اهو.
قال لك واستغلوا كل موارد الدوله لمصالحهم ولاولادهم، هنا في فساد وعدم اهتمام بامور الرعيه. اللي حصل الشعب انفجر، نزل بثوره كبيره جدا عليه، وقال لك هدد بنظام الحكم دوت، مطالب بالعداله الاجتماعيه. وخرجت الثوره من منفي في الجيزه واشتعلت في كل مصر حرفيا ضد الفساد والظلم، واستمرت حتى فتره من الزمن. اللي حصل بص بقى النتائج، طبعا دي النتائج كلها ايجابيه وليست سلبيه. واحد، قالك ان مصر خرجت من محنتها. يعني ايه خرجت من محنتها يا مستر؟ هيبدا يتحول النظام من ملكيه مطلقه لملكيه مقيده. يعني ايه؟ يعني يا عم الحاج اول حد يطبق القوانين انت، واول واحد تمشي عليه القوانين انت. الاول كان ممكن مثلا يعني فرعون يحط قوانين معينه ايا كانت هي ايه، بقول لك ايه، انا الوحيد اللي هشرب شاي في الدوله، تمام؟ محدش يقدر يشرب شاي. دلوقتي انت هتقول ممنوع شرب الشاي مثلا عشان بقى غالي، يبقى اول واحد يطبق ده انت. يبقى هنا تتحول من مين لمين؟ من مطلقه الى ملكيه مقيده، هيلتزم فيها اهو فرعون ويصدر من قوانين. اثنين، رفعت الثوره من قيمه الفرد وانتشرت فكره المساواه. هنا يحصل عدل ومساواه، مش يبقى في حاجه اسمها ده ابن الملك وابن الامير ولا حاجه ثانيه. ثم ظهرت طبقه لم تعتز بمكانتها بقدر اعتزازها بنفسها، واعتمدت على قدراتها العقليه والماليه. يبقى هنا في مبدا تكافؤ فرص للمره الثانيه اهو. الاول انا ابويا امنحتب الثاني، انا عمي رمسيس الاول، انا خالي على العجوزه، انا ستي عين شمس. لا مفيش يا حبيبي الكلام ده، هنا خلاص انسى. هنا بقى هتبدا مين؟ المساواه في الفرص. يبقى هنا في قدرات عقليه وماديه تظهر عشان توصل. عشان كده قال لك نظر المصريين للملك باعتباره حاكما يجب ان يراعي مصالحهم وليس اله مطلق، زي ما احنا خدنا قبل كده في الحته الاولى في تعريف الفرعون ان هو كان مين؟ كان اله مطلق. طيب تعالى بقى معايا في الحته دي. من حيث القضاء ويمثل السلطه الثانيه. يا ربي يا مستر، يا مستر ما انت لسه قايل لنا من شويه ان الوزير هو السلطه الثانيه. ايوه مفيش مشكله بالنسبه لي، ما هو اللي بيرقص ده هو الوزير، يبقى دي سلطه مين؟ ثانيه. تمام؟ تعالى بس نرجع ثانيه نتعود على ورقنا ونرجع هنا تاني. تعالى اهو معايا، قال لك القضاء يبقى السلطه الثانيه، يعني مين؟ وزير هو اللي بيرقصه. في عنده محكمتين، محكمه في الشمال ومحكمه في الجنوب. وعنده كمان حاجه، يبقى عنده محكمه في الشمال وعنده محكمه في الجنوب، وعنده ايضا محاكم في الاقليم. يعني كل اقليم من ال 42 عنده محاكم، وده بيدل على تعدد المحاكم، وده معناه ان في عدل، في مساواه. خلي بالك من الحته دي. عشان كده قال لك محكمتين، واحده في الشمال وواحده في الجنوب، بالاضافه ان كل اقليم من ال 42 اقليم عنده محكمه. يبقى ده معناه عدل، ومعناه مين؟ تعدد المحاكم. عشان كده قال لك حتى المحاكم كانت بتطبق القانون بصرامه، وكان قوه القانون ماشيه. حتى كان في الوزير اللي انتوا فاكرينه هو رخم راع، كان ليه كلمه مشهوره جدا للقضاه، كان بيقول لهم لو ان شاكيا من الجنوب او من الشمال ياتي اليك حاملا وثائق دعوه، عليك بالنظر في شكواه والحكم والعدل والعمل على ازاله الشكوى. يبقى هنا في عدل ومساواه، مفيش حاجه اسمها انا ابن اخو الملك، انا ابن عم الوزير، مفيش الكلام ده يا جدعان، ما ينفعش. خلاص شكرا، الموضوع ده مبقاش موجود. تعالى بقى الجيش. الجيش هيقول لك ان مصر ما كانتش اصلا بتفكر في جيش. ليه؟ قال لك ان المصري بطبعه اصلا مش مايل للحروب، ده بيميل للسلم. بيميل لمين؟ السلم. فبطبعه لا يميل مين؟ الحرب. وفي نفس الوقت هو ما مالش الموضوع الحرب الا عن طريق حاجتين، يدافع عن وطنه او يدافع عن نفسه. وفي نفس الوقت كانت في حاجه مهمه جدا عند المصري القديم يا حبيب قلبي انت وهي، الا وهي ان المصري القديم كان مشغول بالبناء الداخلي للدوله. ركز بقى معايا انت وهي. يبقى انا كده عندي الجيش، ماله؟ خفت ولا ايه؟ الجيش هيعمل ايه الجيش؟ قال لك ان الجيش ان المصري كان مايل للسلام بطبعه ولا يميل للحرب، وما كانش بيميل للحرب دي اللي في حالتين، يا اما يدافع عن نفسه او يدافع عن الوطن. ليه؟ لانه كان مشغول بنهوضه بالحضاره بتاعته الداخليه، عشان هو صاحب حضاره زراعيه مستقله، نهر نيل وامن وامان واستقرار، وعندي زراعه وتجاره وصناعه. يبقى كل ده بيبنيها منين؟ من الداخل. بس كان لازم يحافظ عليها. بص بقى وافهم معايا ان مصر ما كانش عندها جيش في الاول. مصر كان عندها حاجه اسمها فرق عسكريه، وبعد كده يبقى في عندي حاجه اسمها بدايه ظهور جيش، لكن ظهور الجيش الحقيقي دي حاجه ثانيه. ركز ده معايا في اللي هقوله ده. قال لك مصر ما كانش عندها جيش موحد الاول، كان عندها حاجه اسمها فرق عسكريه. فرق مين؟ عسكريه لكل اقليم. يعني كده عندي 42 فرقه عسكريه. تمام؟ طيب بعدها اول ظهور، تفرق اول ظهور او البدايه او بواكر لجيش نظامي وطني كان في الاسره السادسه في عهد بيبي الاول. ايه يا مستر؟ في بيبي الاول في بيبي الثاني. مين الاقوى؟ بيبي الاول. مين الاضعف؟ هيبقى وراه على طول بيبي الثاني اللي هتحصل عليه الثوره اللي احنا خدناها من شويه ورا. خلاص؟ فاللي هيحصل قال لك ان اول بواكر، انا ما قلتش ظهر خلاص، اول ظهور او شبه ظهور لجيش نظامي وطني قوي يدافع عن مصر كان في عهد الاسره السادسه في اواخرها عن طريق ملك اسمه بيبي الاول، وده كان اقوى من مين؟ من بيبي الثاني. اللي حصل ان الجيش ده
خاض معركه ضد قبائل كانت موجوده في القدس، اللي هي فلسطين، قبائل فلسطينيه، بمعنى عن طريق قائد اسمه ويني. فاللي حصل ان كانت في قبائل جايه لنا من شمال شرق عايزه تهاجم علينا، قبائل فلسطينيه. فالجيش ده خرج بقياده واحد اسمه ويني وسحقهم حرفيا. وده هنا بيمثل اول انتصار لينا مع جيش شبه نظامي شويه، بمعناها ده كان تهديد للامن الوطني، تهديد الامن القومي، تهديد الدوله القديمه. ده جالي من الشمال شرق. دي اول حرب احنا خضناها. ثم هيبدا بقى يظهر الجيش النظامي الحقيقي في الدوله الحديثه ايام مين؟ احمس. مش فاهم يا مصر؟ بص يا حبيب قلبي، بص يا زغلول، بص يا زغلولتي. مصر ما كانش عندها جيش نهائي. مصر كان عندها حاجه اسمها فرق عسكريه، وكل اقليم من ال 42 عنده فرقه معينه خاصه بيه بتدافع عنه. حلو؟ طيب، ظهرت بوادر فكره جيش نظامي في الاسره السادسه في اواخرها في الدوله القديمه عند ملك اسمه بيبي الاول. وده حصل نتيجه ان كان في مناوشات او شبه حرب جايه لنا من قبائل فلسطينيه كانت جايه علينا في مصر، عايزه بقى مهم، هي عايزه تحتلنا، اطماع بقى ودنيا، وعندنا صراع في كل حاجه. فاللي حصل، تم قياده الجيش النظامي بقائد اسمه ويني، وحقق انتصار ساحق عليهم. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك ان اول جيش بقى خلاص فعلا جيش نظامي موجود، مش بوادر ظهوره، لا بقى موجود ايام مين؟ دوله حديثه، يعني احمس. وده حارب مين؟ الهكسوس. تعال بقى معايا هنا تاني. ثم قال لك ظهر الجيش النظامي في عصر الدوله الحديثه اللي هو احمس ضد مين؟ ضد الهكسوس. وهنا بص بقى نبدا نغير فكرنا عن الامن مين؟ القومي، خصوصا في الحدود مالها الشماليه الشرقيه. يبقى احنا كده هنامنها. وهقول لك كمان شويه عشان في معركه ثانيه جايه قويه جدا. وهنا بقى عندي بقى سلاح، او عندي جيش، والجيش ده خلي بالك هيبقى فيه اسلحه كتيره زي الاقواس، زي السيوف، زي الفؤوس، زي الرماح، زي الدروع، زي الحروب، زي العجلات، زي العجلات الحربيه اللي هي سلاح الفرسان. وده ظهر فين؟ زي ما احنا قلنا الدوله الحديثه ايام الحاج مين؟ احمس. تمام. ثم عندي بقى اخلاق الجيش المصري. قال لك ان الجيش المصري كان بيتميز بقدر عالي جدا من التعامل بتحضر مع المدنيين ومع المنشآت المدنيه، ومدرك ان قوته ليست فين؟ في قوته بس العسكريه، بل ايضا في سلوكه. وده كان بيدل على ان كان الجيش محترم جدا جدا. وده اللي عمله بالمناسبه ويني لما دخل فلسطين. عندي بقى معركتين كبار قوي قوي قوي. معركه اسمها معركه التحرير 1571 قبل الميلاد، وعندي معركه اسمها مجدو بعدها على طول. بص بقى، معركه التحرير ما بين اتنين، هكسوس ومصريين. مين؟ هكسوس ومصريين. قال لك ان الهكسوس احتلوا مصر عام 1730 قبل الميلاد، واساءوا معامله المصريين، والمصريين كرهوهم جدا، وكانوا بيضطهدوا المصريين بدرجه عاليه. زائد ان هم عملوا حاجه خلت المصريين تكرههم قوي، اهانوا مين؟ المعابد. اللي حصل، ان المصريين ما اطمنوش ليهم وما تعاونوش معاهم، كانوا بيحترموهم جدا، والمصريين كانوا قاعدين مستنيين نظره او وقت معين. وحصلت ضعف للقوه بتاعت الهكسوس. هوب الشعب المصري على طول من طيبه بالذات تحت امراء طيبه، وده كان عن طريق واحد اسمه سكنن رع، وده مات. ثم وراه قاموس، ثم وراه مين؟ احمس ابنهم، يعني اخو دوت وابن ده. هيبدا ان هو يعمل ايه؟ هيلحق بالهكسوس هزيمه عاليه جدا جدا جدا، وهتقودهم من البلد. وبالمناسبه احمس كان عنده ساعتها 17 سنه، اقل من كام؟ اقل من 20. المعركه الثانيه اللي بتثبت قوه الجيش المصري، دي بقى الامجاد، اقدر اقول عليها كده امجاد الجيش المصري القديم. ملك اسمه تحتمس الثالث، ده كان ضد امراء اسيا بزعامه واحد اسمه امير قادش بسوريا. اللي حصل ان الامبراطوريه المصريه كانت كبيره جدا، واحنا رحنا لشمال الشرق وخدنا خدنا كمان يعني غرب اسيا بالنسبه لنا، خدنا سوريا. سوريا كانت تحت مين؟ كانت تحت الحكم الامبراطوريه المصريه. فاللي حصل، بيقول لك ان كل ملوك وامراء اسيا، مش ملوك، بدأوا يعملوا حاجه اسمها تحالف سياسي وعسكري على مين؟ على تحتمس. ماشي؟ على مين؟ على تحتمس. نرجع بقى هنا تاني يوم. ده موجود وده موجود. على مين؟ على تحتمس. فاللي حصل، قال لك ان تحتمس عرف بالتهديد دوت، وده كده بالنسبه له بيمثل تهديد الامن القومي المصري. ليه؟ لان احنا اتفقت معاكم ان سوريا تحتنا خلاص بتاعتنا، يبقى ده امن قومي مصري شمال شرق، ما ينفعش. فدخل معاهم في حرب، وقدر فعلا ان هو يكسبهم وانتصر عليهم. دي النتائج طبعا هيت انتصار الجيش المصري، وده طبعا هيبقى انتصار عسكري وامني، عشان ده كده بيهدد الامن القومي المصري، بيمثل تهديد للامبراطوريه المصريه. انا هنا هامن الحدود بتاعتي اللي هي الشماليه الشرقيه، الشماليه الشرقيه يعني سوريا، هتصبح كده النفوذ بتاعتي في اسيا هيبقى اقوى بكتير قوي 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 كمان. يبقى انا كده عندي 1 2 3. ثم في بقى لعبه هيلعبها المعلم ده اللي هو تحتمس الثالث. هيلعب لعبه على حاجه اسمها روابط اجتماعيه. الراجل ده كان ذكي، ويتم استخدام الدهاء السياسي او الاحتواء السياسي، او عاطفه دينيه، او استماله دينيه. هيعمل ايه؟
هيجيب ابناء الامراء دولت اللي هو دخل معاهم الحرب وقتلهم، ويقال ان امير قادش ده هرب اصلا من المعركه، وهيربيهم عنده في القصر في مصر او في المكان بتاعه. ليه؟ عشان يضمن ولائهم وفي نفس الوقت يبقوا تحت عينيه، ولما يكبروا بالبلدي هم هيخافوا، او بمعنى اصح هيحبوه، فمش هيبقوا ضد الدوله المصريه. وبالبلدي كده هو بيعمل تامين للامن الخارجي للامبراطوريه المصريه كلها بصفه عامه. فهو لعب الحته دي بذكاء قوي عشان تبقى انت عارف. عشان كده قال لك انه ليه هدف ماله خفي، الا وهو حمايه الامن القومي المصري. الاسطول الاسطول المصري عندي فيه اسطولين، اسطول في العصور القديمه وعندي في العصور الحديثه، بس الحديثه بقى هتبقى اقوى شويه، وهقول لك ليه. قال لك اول حاجه عارف المصريين الاساطيل البحريه في عهد الملك سنفرو. فاكر سنفرو؟ فاكر فينيقيا؟ فاكر ال 40 سفينه؟ فاكر خشب الارز اهو قدامك اهو. قال لك عارف المصريين الاساطيل البحريه في عهد الملك سنفرو اللي هو في الاسره الرابعه، حيث ان هو بعت اسطول بحري كبير جدا لفينيقيا لجلب خشب الارز اللي هو 40 سفينه، بقى ده تجاره بس. في عصر الدوله الحديثه الموضوع بقى هيبدا يختلف اكتر، لان ده اسمه العصر الذهبي للاسطول البحري، يختلف خالص. قال لك العصر الذهبي للاسطول البحري بمعنى بسبب كثره البناء، كثره الاستخدام، يبقى ده تجاره، بناء ترسانات يبقى ده عسكري، يبقى انا كده عندي هيبقى فيه تجاره وفيه عسكري الاثنين مع بعض. فين؟ في العصور الحديثه. اما في القديمه كانت تجاره بس، ويتم استخدامها في معارك عسكريه. بدليل عندي معركه بحريه مشهوره جدا ما بين رمسيس الثالث وشعوب البحر المتوسط، وكان اسمها معركه الدلتا عشان دارت عندنا هنا في الدلتا. وممكن نقول على دولت، ممكن نقول عليهم قراصنه او لصوص. الرجاله ديت فكرت ان هي تيجي تاخد بقى مصر وتاخد خير مصر ودنيا مصر رايقه وجميله، وكانوا جايين كده بالحب والدنيا ماشيه بالنسبه لهم عادي. هوب اتفاجئوا باسطول بحري ضخم جدا ما تخيلهوش. وخلي بالك، عايز اقول لك ان مصر استوردت خشب في العصور الحديثه كان كتير قوي 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 قوي، عشان تبقى انت عارف يعني. ده اكتر عصر فيهم تم استخدام تم استيراد فيه مين؟ الخشب بالذات، عشان التجاره الخارجيه او المعارك والحروب. قال لك زحف شعوب البحر المتوسط نحو مين؟ مصر، سواء بري وبحري. تمام؟ اللي حصل اتفاجئوا باسطول بحري ضخم جدا على قياده رمسيس الثالث فوقيهم. ايه اللي حصل؟ هوب طخ رزع مو وهيم، ماتوا. قال لك هزمهم وحطم اسطولهم امام الدلتا، وتم انقاذ مصر من خطر، وتم حفظ الامن الحدود الشماليه. يبقى انا كده عندي في واحد امن الحدود الشماليه الشرقيه مع قبائل فلسطين، فاكره؟ بيبي الاول، بس ده كان في عصر. وفي عندي واحد تاني اسمه تحتمس امن الحدود الشماليه الشرقيه اللي هي سوريا، امن غرب اسيا بالنسبه لنا. هنا رمسيس الثالث هيامن الحدود الشماليه المصريه بالكامل. عشان كده قال لك هنا هيتم تغيير فكرنا عن حدودنا الشماليه، يبقى الاساطيل تبقى تجاريه وعسكريه. عشان كده بص الكلمه دي هتقول لك ايه هنا؟ ان العصر الذهبي البحريه المصريه عشان يبقى تجاري مع عسكري. الشرطه في خدمه الشعب. قال لك ان الشرطه ما كانتش موجوده قبل كده، واللي كان مسؤول عن الامن الداخلي والخارجي هي مين؟ الجيش. لكن في العصور الحديثه هيتم بقى الاستبدال بالشرطه، يبقى امن مين؟ داخلي. طب الشرطه بتعمل ايه؟ الشرطه ليها كلمتين وخلاص، يعني مش محتاجين يبقى فيهم نواتج تعلم كتيره يعني. الشرطه قال لك من مهامها حفظ الامن، تحقيق الامن والاستقرار، الفصل في المنازعات مثلا ما بين الافراد ان هم يبقوا في شرطه او في اسم. قال لك اجبار الافراد على احترام القانون او الدوله. كان ليهم انواع كتيره قوي. قال لك اول حاجه الاجهزه او الشرطه المحليه، وعندك الشرطه الخاصه، وعندك الشرطه النهاريه، وعندك حاجه اسمها، ودي طبعا دي خاصه بمين؟ باداره، بالراحه اهو، دي خاصه باداره الاقاليم، ماشي. وعندي الحرس الملكي ده بتاع مين؟ الفرعون. خلاص. طبعا الشرطه هنا كان ليها اسم، قال لك ان هي هيئه مدنيه نظاميه تخدم الشعب، يبقى شغلتها خدمه مين؟ وتكفي المواطنين الطمانينه والامن والاستقرار، وتظهر على حفظ النظام والامن، وتلتزم بما يفرض عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام لحقوق مين؟ الانسان وحرياته. حتى كانت في كلمات من الحكيم اني كان بيقول لك اتخذ من شرطي شارعك صديقا لك حتى لا يثور عليك. طيب تعالى بقى نتكلم عن حاجه اسمها التواصل السياسي والعسكري المصري مع افريقيا اللي هي شمال السودان. بس قبل ما اقول الكلام ده كله عايزك تصلي على سيدنا محمد انت وهي، صلى على النبي. طب زيدوا النبي كمان صلاه. يلا نكمل بقى، فوق معايا. بص، التواصل السياسي والعسكري المصري مع افريقيا شمال السودان اللي هي الحدود الجنوبيه. وخد بالك احنا اتفقنا مع بعض ان في عندنا النوبه تبعنا وفي عندهم هم، يبقى في جزء بتاعنا وفي جزء بتاعهم. اللي حصل قال لك هيبدا الاهتمام من المصريين في عصر الدوله الوسطى بشمال السودان اللي هي النوبه. دوله مين؟ وسطى، ما تنساش دي بقى. بمعنى قال لك تامين حدود مصر الجنوبيه من غارات البدو، يبقى ده عسكري وامني. قامت علاقات تجاريه مع المنطقه، يبقى ده اقتصادي، وده حصل طبعا.
قال لك في تواصل سياسي وعسكري هيبقى بين مصر وشمال السودان. ازاي بقى التواصل العسكري والسياسي؟ يعني انا عايز اعرف دلوقتي كده انا هامن الحدود الجنوبيه دي ازاي؟ قال لك عن طريق اقامه القلاع والحصون في الجنوب الحربيه، وده هيبقى هدفه عسكري وعمراني، ان انا اخلي ناس تقعد في المكان ده، وفي نفس الوقت يبقى في اسر وفي استقرار، وفي نفس الوقت يبقى انا هنا بعمل تامين للحدود الجنوبيه بالنسبه لي والشماليه بالنسبه لهم. في ملك اسمه سدوسيرت الثالث كان في الاسره ال 12 في الدوله الوسطى. ماله بقى؟ قال لك قسم السودان او شمال السودان بنفس التقسيم بتاع اقاليم مصر، يبقى هنا هم يبداوا يقلدونا، وعين حاكم عليها. كمان عمل افراد من شمال السودان في الجيش المصري، يعني هنا في انتماء وولاء. وخلي بالك هم لو مش حابيننا او مش شايفيننا حاجه واحده ما كانوش يعملوا ده. يعني هو هنا اهو سنوسرت الاول خلى شمال السودان التقسيم الاداري بتاعها يبقى شبه التقسيم الاداري بتاع مصر بالظبط في كل شيء، وعين حاكم عليها. كمان قال لك في افراد من شمال السودان دخلوا في الجيش المصري، يبقى ده هنا معناه ولاء، انتماء. ولو هم كارهيننا مش هيعملوا ده، ولو هم كارهيننا مش هيعملوا ده خالص. بالراحه اهو. انت هتنكتي ولا ايه؟ يبقى هنا في ايه؟ في تجنيد وفي ولاء وفي انتماء. كمان قال لك النوبه بقى كان اسمها الاول اسمها تاستي، اهلها كان اسمه كانوا مشهورين بحاجه مشهوره جدا كان اسمها استخدام الاقواس. والمناسبه دي كانت حرب حصلت لما سيدنا عمر بن الخطاب دخل مصر عن طريق سيدنا عمرو بن العاص، وكانوا عايزين طبعا كان نجح عمرو بن العاص في انه ياخد مصر. تعرفوا الكلام ده كله ان شاء الله في ثانيه ثانوي بالنسبه لكم. كان حاصل ان هم عايزين ياخدوا النوبه بس ما عرفوش. الناس دي كانت ماهره جدا 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 في استخدام الاقواس، كانوا بيسيبوا العيون من جوه دي بالذات بسرعه عاليه جدا، فكانوا مهره في استخدام مين؟ الاقواس، اللي هم مين؟ اهل النوبه او تاستي او سكانها اسمه ايه؟ تاستيو. تمام. وكانوا مهره في استخدام مين؟ اهو زي ما انا قلت الاقواس والسهام. زي ما انا قلنا من شويه ان مصر او العصر الفرعوني اتقسم لجزئين، الجزء الاولاني داخل الحدود المصريه ده بتاعنا، والجزء الثاني في شمال السودان، فدي حاجه ودي حاجه عشان بس ما نخلطش الامور بمين؟ ببعضها. تمام. طيب احنا كده خلصنا الدرس الثاني وخلصنا الدرس الثالث. في فيديو تاني بعد ده على طول هتلاقيه ان شاء الله هيبقى حل، بس ده هيبقى لوحده عشان تفصل وتاخد راحتك كده وهدنتك وتبص على الورق ده وتشوف الدنيا فيها ايه. وعايز اقول لك ان احنا طبعا معانا جزء من الدرس الرابع اللي هو الحياه الاجتماعيه، بس انا هخليه فيديو لوحده خالص ان شاء الله عشان برضو الفيديو ده ما يكونش يطول كتير. مستني رايكم، وطبعا دعمكم هيفرق جدا معانا زي ما احنا اتفقنا مع بعض. لايك، سبسكرايب، اي حاجه انتوا عايزينها، اي تعليق، اي مشكله، اي حاجه معينه، اي سؤال، الكومنتات تبقى موجوده عندكم. يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله استنونا باذن الله في مراجعه جديده، واستنونا في المراجعه النهائيه، وبوعدكم هتشوفوا مراجعه عظمه عظمه عظمه، وطبعا العظمه لله وحده. واحنا لو ربنا وفقنا النهارده فما توفيقي الا بالله، ولو في اي خطا حصل مني او سهو فده هيبقى مني او من الشيطان. شكرا، هتوحشوني، مع السلامه.